السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يلا بينا نبدأ النهاردة المحاضرة بتاعتنا أو الدردشة سريعة كده عن البريف من الناس اللي بتشتغل في مجال الإعلانات. طيب خلينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. احنا النهاردة كان في مشكلة بتقابل بعض الناس على بعض الفترات. هي فكرة إن وخصوصًا الناس المبتدئين أو كلامي موجه شوية للناس المبتدئين، أو حتى على فكرة بالمناسبة للناس اللي بقى لهم سنة و2 في المجال، بعض الأوقات بيبقى عندهم تخبُّط في إن هم مش بيعرفوا ياخدوا الbrief كويس من العميل، والbrief ده مش بيعرفوا يحوّلوه بقى بعد كده لplan لإن بيقع في المشاكل في النُص. إن في ناس ودي باشوفها في بعض الأسئلة اللي ساعات بتيجي لي، إن العميل أنا عملت له الحملة الفلانية أو عملت له مجموعة الحملات الفلانية، والعميل برضه مش راضي، أو العميل عايز يسحب شغله، أو العميل وقّف شغله معايا. طيب ده سببه إيه؟ ده سببه طبعًا إن يعني أنت في البداية أصلًا ما خدتش الbrief مضبوط، وهي دي تقريبًا اللي هيبقى قائم عليها 90% ل95% من شغلك. لو الbrief مش مضبوط 95% من شغلك مش هيبقى مضبوط. متخيل النسبة؟ النسبة كبيرة جدًا، يعني تقريبًا شغلك بالكامل قائم على الحجر الأساسي اللي أنت بتبدأ تبنيه في شغلك مع العميل في مجال الإعلانات. فبالتالي مهم جدًا إن حضرتك تعرف الbrief تاخده مضبوط. النقطة التانية برضه فكرة الpresentation. أنا طريقة العرض مهمة جدًا، ويمكن كان في حد على الجروب معانا بيقول على الcommunity، بيقول إن تقريبًا إحنا عايزين نتعلم إزاي نعمل presentation كويسة. فبرضه سريعًا كده النهارده هاوريكم إحنا ممكن نطلّع presentation تطلع بشكل كويس إزاي للعميل بعد ما نحوّل طبعًا كل الكلام بتاعنا دوّة. فخلّينا نقول إن إحنا مهم جدًا إن إحنا نتعلم، وإحنا بنتعلم الtechnical بنتعلم. يعني أنا دايمًا باقول في الكورسات باقول إن أنا عندي حاجتين، أنا باتعلم technical وباتعلّم مهارات تانية تبقى خاصة بقى بطريقة العرض، التفاوض مع العميل، إزاي آخُد الdeal مع العميل، إزاي أخلّي العميل مبسوط حتى وهو معايا بالمناسبة. يعني أنا ممكن النهارده العميل ودي ساعات باشوفها، بييجي لي عميل بيقول لي أنا عايز حضرتك تمسك لي الشغل مثلًا. فمن ضمن الحاجات اللي إحنا هنتكلّم فيها، فأنا بادردش معاه باقول له: "طيب الوضع اللي حضرتك فيه دلوقتي إيه؟" فبيقول لي: "كان معايا شركة وبقى لهم معايا سَنة والدنيا تمام." طب ما هم بقى لهم معاك سَنة والدنيا تمام، ليه عايز تغيّر؟ يعني التغيير ده ممكن يكلّفك خسارة، وممكن تلاقي إن الأولانيين هم كانوا الأفضل. وأنا باقول له كده. فهو بيقول لي: يعني ما بقاش في اهتمام زي الأول، ما بقاش مش ففي تفاصيل تانية أو مهارات تانية مهمة إنّك أنت تكون موجودة معاه. هو العميل بيشتكي من عدم اهتمام الناس، خلاص الناس ضمنت إن العميل ده بقى معاهم 100%. التواصل بتاعهم فيه مشكلة، طريقة الكلام بتاعتهم فيها مشكلة، رغم إن النتايج حاجة والكلام اللي هو بيحكي فيه حاجة تانية خالص، يعني نتايجهم جميلة. فبالتالي في مهارات تانية مهمة إن حضرتك تبقى فاهمها في معاملتك مع العميل، مش كون إن العميل بس بقى معاك فخلاص أنت ضمنت العميل. في مهارات تانية مهم إنك أنت تكتسبها مع الوقت، عشان كده المهارات اللي يمكن بنقول عليها اللي هي الsoft skills مهمة، إنك أنت تتعلمها بجانب طبعًا شغلك. ليه؟ لإن أنت بتتعلم freelancing، فمهم وأنت freelancing دي يعني أنت كده منّك للسوق، كده منّك للناس، هتتعامل مع بني آدمين. هتتعامل مع بني آدمين يعني في soft skills موجودة عندك. ما فيش soft skills، ما فيش بقى إيه، ممكن معاملة حلوة، ما فيش تبُص تلاقي الدنيا عندك مش أحسن حاجة في الشغل. الsoft skills من الحاجات المهمة جدًا. فتعالوا مع بعض نروح كده ناخد بس الأمور واحدة، واحدة عشان نبقى مفنّطين المحاضرة وما ناخدش وقت كبير في الsession. أي أسئلة أنا عايزها في الآخر، يعني كل الناس تكتب أسئلتها وتبقى في الآخر، ما حدش يفتح مايك عشان لو في دوشة جنبيه أو حاجة، والناس كلّها تكتب أسئلتها في الآخر خالص، وأنا في الآخر هابقى أجاوب على أسئلتكم.
فانت في اي نقطه انا بقولها وانت عايز تسال فيها اكتبها عشان بس ما تنساش. طيب احنا النهارده سريعا كده في السيشن دي كده السريعه دي هناخد ايه؟ هناخد بس ازاي انا باخد البريف صح من العميل، عشان للاسف في ناس بتيجي انا بلاقي في بعض الفايلات بتبقى نازله ازاي تاخد البريف من العميل، فبلاقي النقاط عامه جدا وكلهم بيتكلموا عن حاجه واحده، ايه؟ عناصر البريف، بس ما بيتكلموش بقى عن تفاصيل. ان ما او ما شفتش دي خالص بصراحه بامانه يعني. ما شفتش حد بيقول ان ما ينفع ان البريف اللي انا ببعته لحضرتك ده لا يصلح، لا يصلح على اي عميل. يعني في حاجات اساسيه بس مش كل النقاط الاساسيه اللي بحطها لك في الفايل بتاع البريف ده يا متابعي الفاضل ينفع ان هو يبقى على كل عميل. لا، كل عميل ليه كستمايز في البريف بتاعه. يعني مش كل واحد، يعني اللي مش هيجي لي النهارده، واحد النهارده جاي لي مثلا حد بتاع سوفت وير، مش هاخد نفس العناصر دي اروح اديها له نجحت معاه. مش هي نفس العناصر دي هاخدها على واحد عنده منتج مثلا وليكن منتج كوزماتكس. مش هينفع ده غير ده البريف بتاعه حاجه وده البريف بتاعه حاجه تانيه خالص. فيبقى خلينا نبقى متفقين على ان البريف مش بيبقى عناصره مش ثابته، ولكن مهم ان انت تعرف كل العناصر ايه وتفهم مني المغزى النهارده من فكره البريف، عشان بعلمك مايند سيت مش بعلمك عناصر واحفظ وايه ويلا بقى عندك قالب وبتفرح انت بالفايل. فده حاجه مهم ان انت تبقى عارف. طيب بعد كده ازاي بقى ان انا بعد ما خدت البريف اقدر احط ده على الداشبورد عندي؟ يعني ازاي بقى ابدا استارت الشغل بتاعي على الداشبورد عندي؟ فهنفتح الكلام ده وهنشوفه برضه مع بعض. الحاجه التانيه اداره التوقعات. يعني ايه؟ يعني النهارده العميل بيبقى في وسط البريف كان قال لك على شويه حاجات، فانت لازم تبقى واخد بالك منها علشان تقدر توصله للي كان متوقعه منك. وبالمناسبه دي كانت حاجه من اكتر النقاط الفشل اللي كنت بقع فيها في بداياتي، وحاليا بقع فيها بس على خفيف، اللي هو فكره ان اللي جاي متوقع مني ايه. فجاي متوقع ان هو جاي مع حد جامد قوي، حد خبره جامده قوي فهيطير بيه. فبالتالي لازم ببقى واخد بالي من توقع العميل بالنسبه ليه، وده هنشوفه برضه في البريف. تمام كده؟ دي اللي احنا هنتكلم فيهم ايه النهارده. طيب تعالوا بقى كده سريعا نقول يعني اهم 4 عناصر. انا هسيب لكم فايل ان شاء الله على الجروب لمجموعه ناس كده كانت منزله عناصر البريف بالكامل. انا مش هعيد العجله من الاول وجديد او اخترع العجله زي ما بيقولوا، ومجهودهم لازم برضه يبان للناس اللي بتنشر حاجات زي كده بصراحه. ف... فانا هبعت لكم الفايلات بتاعت الناس دي، العناصر الاساسيه في اتخاذ البريف. وطبعا البريف هنا معناه إيه؟ عشان بس الناس ممكن تسال ايه المصطلح ده اصلا. يعني البريف بكل بساطه كده انا باخد ملخص او اهم النقاط الخاصه بالبيزنس بتاع حضرتك، اخدهم يعني اخدهم في نقاط علشان اعرف او افهم البيزنس بتاعك، واخد شويه اجابات على شويه اسئله عندي علشان اعرف اقول انا هبدا منين وازاي هعمل البلان بتاعتي بناء على شويه المعطيات اللي انا خدتها منك. فانت بتاخد منه شويه معطيات، بتاخد منه شويه مفاهيم، بتاخد منه شويه اجابات على شويه اسئله علشان تقدر ان انت ايه تفهم انت هتشتغل ازاي. ده كده بكل بساطه البريف. البريف ده سواء انت بتاخده في خطه اعلاناتك، البريف ده سواء انت بتاخده في الكونتنت بتاعك من اي عميل، البريف ده بتاخده لو انت هتعمل ماركتنج بلان، البريف بتاعك بتاخده دوت لو انت هتعمل يعني ممكن نقول براند ايدنتي. بريف ده بتاخده لو انت بتعمل ديزاين، يعني المفروض انت اصلا بتدي للديزاين بتدي له بريف بتاعت الفكره. يعني ففي كل حاجه هتلاقي كلمه بريف دي متكرره معاك شويه. تمام؟ يلا بينا بقى نروح على اول عنصر معايا. انا النهارده جاي لي عميل، بسم الله الرحمن الرحيم. هخليكم بس اعلمكم كام نقطه كده في البدايه. لما بيبدا العميل النهارده بتلاقي فيه بوست جميل لذيذ على جروب ما بيقول لك انا بعد اذنكم انا محتاج حد يمسك ليا الحملات الاعلانيه بتاعتي. او جالك عميل قال لك ازيك يا فلان عامل ايه، انا عايزك تمسك لي الحملات الاعلانيه بتاعتي. اول حاجه بشوفها مع العميل ده او اول سؤال دايما بساله للعميل انا كخالد والله مش هخبيه عليكم، بقول له ميزانيه حضرتك كام؟ طيب هو الميزانيه
بتوضح ليا حاجتين. بتوضح ليا الحاجه الاولى، العميل ده البادجت بتاعته هو هيوصل، يعني انا هعرف اشتغل على البادجت بتاعته دي ولا لا. يعني بكل امانه، ما هو انا ممكن النهارده لما بيجي لي عميل، هي دي ما لهاش علاقه برضه يا جماعه بعنصر الخبره، او بعنصر الخبره. هنا اقصد بيها ان انت حد بقى لك 5 سنين في المجال سبق، فانت اكيد يعني مش هتاخد عميل ب 10. لا مش كده خالص، انا هعرف انجح معاه في البادجت دي ولا لا. فده اول سؤال انا بحب ان انا اساله دايما للعميل: البادجت بتاعتك كام؟ طيب بناء على البادجت بتاعته بقدر طبعا اتخيل هو وخصوصا لو كان في حد قبلي كان شغال، فانا بتخيل اللي قبلي اللي كان شغال بالبادجت دي كان بيشتغلها ازاي. بيبقى عندي التخيل او التصور بحكم بقى الخبره. هنا مع الوقت لما يجي لك مثلا انت اشتغلت في مجال الملابس، تمام، فلو انت اشتغلت فيه فجالك واحد قال لك والله انا معايا بادجت 10، 10 دي انا عندي بقى، بما ان انا عندي خبره في المجال ده واشتغلت فيه مع عميل او اتنين قبل كده، فانا عارف ان ال 10 دي اللي قبلي ممكن يكونش شغال بيها ازاي. لان انا شغال مثلا ببادجت 100,000 جنيه، فانا عارف هو ممكن يكون شغالها له ازاي. ابو 100,000 ده شغالها له ايه؟ شغالها له كونفرجن، شغالها له بقى عمل لاندنج بيج كده، رابط بيكسل كود وهيئ الدنيا واشتغل كونفرجن. وده ابو 10 ده اشتغلها له رسائل مثلا. فبالتالي كوست المسج مره تعلى مره تقل، الجوده بتاع العميل مره تعلى مره تقل. انت بقى عندك الخبره خلاص، بقى عندك السنس، فهي الخبره تيجي مع الوقت. طيب فيبقى انا بالاول انا بسال العميل البادجت بتاعته كام عشان اقدر احدد، هعرف الاول انا استلم العميل ده ولا لا. وببدا بعد كده بخش في مرحله السيتويشن اناليسيس، ببدا اشوف العميل ده في انهي مرحله في البيزنس بتاعه. يعني ايه يا جماعه؟ بكل بساطه، احنا اتعلمنا في الكتب بيقول لنا ايه؟ كانوا بيقولوا لنا ان لما بتيجي بتمسك اي ماركتنج، ابدا بالبراندنج الاول وبعد كده المبيعات. ده اللوجيك، ده الطبيعي، ده المنطقي، ده اللي بيتقال في الكتب. ولكن في الواقع في بعض الاوقات بيتعارض مع اللي بيتقال في الكتب. ازاي؟ انا جاي لي النهارده عميل، انا هقول له انا هبدا معاك باللي بيتقال في الكتب، البراندنج. حضرتك النهارده ما عملتش براندنج، فحضرتك كل شغلك النهارده سيلز سيلز سيلز، فحضرتك تخطيت مرحله مهمه جدا اللي هي البراندنج، تعرف الناس بيك وتخلق الثقه مع الناس وتزرع في الناس صوره ذهنيه عن البراند بتاعك عشان نسهل عمليه البيع بعد كده. فبيجي انت طبعا النهارده العميل بيقول لك طب ما انا ما عنديش رفاهيه البراندنج، لان انا لو في خلال شهرين ما قدرتش ان انا اغطي تكاليف الايجارات، تكاليف المرتبات، هقفل. فهتلاقي نفسك حضرتك بتاخد نفسك في الحته بتاعت ان انت ايه، تبدا تحط له افكار بيعيه. والافكار البيعيه ديت تبدا ان انت تحرك له الدنيا وتخليه هو كمان يبقى عنده تراست او ثقه اكبر شويه فيك. فبتلاقي الموضوع ايه، الموضوع بدأ يمشي في حتة حلوة معاك. وبعد كده بدأت تقول له طب بص احنا كده بدأنا في المبيعات والدنيا تمام كده معاك، ظبطت يعني. طب خلاص نخش بقى نبدأ نرجع تاني لايه، للنقطة اللي كنت كلمتك فيها وهي البراندنج. وده بيبقى باتفاق مسبق قبل ما تبدأ ان انت تشتغل. طيب ده اصلا المفروض مش انت يعني انت ما تتفاجئش بيه، مش انت تتصدم بيه. المفروض انت بتبقى انت بتشوف العميل في انهي مرحلة. لان هتلاقي العميل بيحكي لك، انت بتقول له طب ممكن حضرتك تقول لي، احكي لي عن طبيعه البيزنس بتاعت حضرتك، فيقول لك والله انا كذا انا كذا انا كذا ويحكي لك. تمام. هتقول له حضرتك طب مين المنافسين بتوعك ومين المنافسين اللي انت عايز تبقى زيهم؟ فبيقول لك انا عايز دولت المنافسين وده المنافس اللي انا عايز ابقى زيه. وتقول له تمام. طيب انت حضرتك النهارده عايز إيه المشاكل بقى اللي حضرتك بتواجهها في الوقت الحالي؟ هيقول لك والله المشاكل اللي انا بقابلها ان انا ما عنديش بيع، ان انا ما عرفتش ان انا النهارده احقق، جبت بضاعه كتيره فالبضاعه متخزنه فمش عارف ابيع. عندي ما فيش عميل ولا بيجي لي ياخد الخدمه بتاعتي مني، فبقى لي شهرين بدفع ايجارات فمش عارف ابيع. فهتلاقي كل الايه المشاكل. او هتلاقي عميل يقول لك ايه بقى، والله انا ببيع كويس ولكن انا بيبقى عندي مشكله ان في منافس لسه ظاهر حالا، فالمنافس ده خد مني. بس يبقى انت كده مش ماشي في حته البيع. يبقى انت عرفت ان مشكله العميل ده مش بيع، مشكله العميل ده ايه؟ براندنج. ما هو هنا واحد طلع منافس النهارده طلع على حد لسه بادئ او على حد بادئ مثلا بقاله 3 سنين
وخد من تحتيه الماركت شير او خد منه الحصه السوقيه او خد من تحتيه السجاده بالبلدي، يبقى كده في مشكله عنده في البراندنج. وهنا بقى بنيجي بنكمن في نقطه اللي احنا بنوعي الناس عن مفهوم يعني ايه براندنج ويعني ايه تسويق. وقبل كده كان ليا ريلز يمكن اتكلمت على النقطه دي قبل كده. منزل ريلز ايه الفرق ما بين الماركتنج وايه الفرق ما بين البراندنج، عشان في ناس للاسف الشديد وبشوف ناس خبره سنتين وثلاثه مش عارفين الفوارق ما بين الماركتنج والبراندنج. مش عارفين ان الماركتنج هو عمليه تكامليه كامله بتقدر من خلالها تحقق اهداف، من ضمنها الاهداف البيعيه، وان البراندنج بيحمي الشغل اللي انت بتعمله. بلس بقى ده البراندنج كمان بيعمل ايه؟ بيحافظ على استمراريتك في السوق. طب بلس ده كمان بيعمل ايه؟ بيحافظ على ظهور منافسين جدد ليك في السوق وايه وحاجات كتير. يعني انت قيس النهارده بقى وفكر كده حتى مع نفسك، يعني ان البراند النهارده انا مثلا وليكن على سبيل المثال مطعم اكس ده بقاله 10 سنين فهو احنا بتراست فيه. لو طلع مطعم النهارده جديد والمطعم ده حد حاول ينافس المطعم ده بكل ما اوتي من قوه، ولكن ما زال في عنده بعض الناس هم ما زالوا لويالتي او مخلصين للايه، لده. طب ده ليه؟ لان هو قاعد يشتغل على البراندنج بتاعه. ولينا في بيبسي وكوكولا ايه امثله في ذلك الامر. يعني مهما كان طلع وقت المقاطعه، انا عارف ان المقاطعه وقتها يعني مهما حتى طولت، يعني مهما طولت المقاطعه، لكن هيفضل في ناس ما زالت متعلقه ببيبسي وكوكولا مهما كانت الاسباب الدينيه او السياسيه. لكن لان الناس دي الناس دي بتصرف على البراندنج وعلى الصوره الذهنيه وعلى تعلق الناس بيها، بيصرفوا ملايين في السنه، فبالتالي مش هيتهد في يوم وليله. هم بيعملوا دوت عشان يخلوا دايما الناس في ايه، في احتياج دايما للمنتج بتاعهم. فلازم نبقى فاهم مرحله العميل في الجزء الاولاني عشان اعرف احط التقدير صح للي بعد كده. اعرف احط التقدير صح للي بعد كده. طيب، فهنخش على الستيب الثانيه او النقطه الثانيه اللي هو ايه هو البيزنس جول بتاعه، وايه هو الهدف اللي انا هترجمه للهدف الاعلاني بتاعي. يعني ايه بقى؟ النهارده العميل جه قال لك انا عشان النهارده ابقى في منطقة الأمان، أنا عايز النهاردة مثلا حوالي 10 عملاء. حلو. فالنهاردة ال10 عملاء دول علشان أحققهم في مراحل عشان أوصل للعميل، يعني عشان العميل يبقى عميل نهائي اوريدي خلاص دفع وحصل على الخدمة، في قبليها مراحل. المراحل دي اللي هي إيه؟ اللي هي بيبقى بالنسبة لي عندي عميل محتمل، والعميل المحتمل بيفلتريشن معايا على عدد. يعني انا مثلا معايا عشان اوصل للعميل ده انا لازم اوصل ل 50 عميل محتمل. من ال 50 عميل محتمل هيجي منهم وليكن على سبيل المثال 20 15 جودة عميل كويسة. تمام كده؟ اللي هي دي اعلى نسبة على فكرة. يعني بالمناسبة هو ممكن من ال 50 ممكن يجي لك مثلا منهم متوسط 7، متوسط 6، اللي هي النسبة من 10 ل 15%. نسبة كونفرجن مثلا. تمام. وعلى حسب الخدمة، في خدمة تبقى الكونفرجن فيها 7% 6%. كونفرجن ريت دي اللي هو يعني هنقول متوسط ان العميل ان الرقم ده جه منه عدد من العملاء جودتهم كويسة. تمام كده؟ طيب، فهنيجي هنقول مثلا جه من ال 50 دول 7. حلو قوي. البروسيسنج الاطول بالنسبه لي طبعا انا لو ببيع مثلا خدمه زي مثلا هنقول خدمه ممكن تقول بتاخد وقت عقبال ما العميل ياخد فيها قرار، زي العقارات مثلا. زي عندي ممكن نقول الاسانسيرات مثلا، ما جيتش اشتغلت برضه فيها. فالعميل بياخد قرار فيها وقت طويل فيها عقبال ما ياخد ايه، حاجه ميديكال. برضه لو انت بتشتغل في التأمين الطبي وما شابه ذلك، او في الميديكال عموما، حاجات تجميل، حاجات العميل بياخد وقت بروسيسنج طويل. فالبروسيسنج الطويله من ال7 دول هيضن منهم واحد في اسرع وقت. تمام كده؟
يبقى اصبح ان انا بقسم او تقسيمه العملاء بالنسبه لي هي بتبقى ماشيه بالشكل ده. يبقى انا البيزنس جول بتاعه هو 100 عميل. حلو، انا بقى الداشبورد عندي كام عميل محتمل وكام عميل محتمل فلتريشن منهم، كام جودة عميل منهم كويس، ومن جودة كام عميل منهم. انا مش عايز ادخل معاكم في مصطلحات وتفاصيل من جوه عشان ما تتوهوش ايه مني واحس ان الموضوع ادفانسد عليكم شويه، بس انا بديلكم كده ايه بالبلدي. وهنا تتحسب برضه ازاي في بعض الاوقات على الداشبورد. ان انت عندك مثلا، انا عشان اوصل للعميل ده انا جالي كام مسج عندي على البيج، فانا من كل 100 مسج جالي عميل، من كل 100 مسج جالي عميل. يبقى انا كده بالنسبه لي عرفت ان انا لما حلو قوي ال 100 مسج دي بقى، المسج فيهم وقفت عليا بكام؟ وقفت عليا مثلا سي ب 5 جنيه. يبقى انا كده العميل ده وقف عليا ب 500 جنيه. طيب هل هي دي النسبه المقبوله بالنسبه ان انا اجيب عميل ب 500؟ هي الكوست بير دي يعني احنا لو جينا مثلا بصينا في العقارات فهتلاقي يقول لك مثلا مفيش مشكله لو جبت لي العميل ب 4000 جنيه او ب 5000 جنيه. ده مثلا في العقارات. في الكوزماتكس مثلا يقول لك لا، العميل مثلا ما يعديش عن 70 جنيه، على حسب كمان المنتج تكلفته كام. يقول لك مثلا المنتج مثلا دوت مثلا تكلفته وليكن مثلا 700 جنيه، يبقى انا عايز العميل بتاعي مثلا ما يزيدش عن 70 جنيه. تمام، وهنا على حسب طبعا النت بروفيت بتاعه او المكسب النهائي بتاعه. تمام. طيب انا اصبح كده يا جماعه، انا عندي، انا بشوف البيزنس جول اللي انا هحوله عندي الايه الاهداف اللي انا عايز اوصل لها عندي على الداشبورد. تمام كده. طيب هنيجي بقى لايه النقطه رقم 3، ودي المهمه قوي. ايه هي فكره ان انت بتسال لنفسك 5 اسئله. طيب ال5 اسئله بقى انت بتقول فيهم ايه؟ اول حاجه لازم دايما بتعرف مين الجمهور المستهدف. كلمه يعني مقاليه بنسمعها كتير جدا بس للاسف نسبه التنفيذ فيها او فهم الناس في تنفيذها للاسف بيبقى ضعيف في بعض الاوقات. يعني ايه؟ يعني حاول تعرف مين الجمهور بتاعك اللي هيقدر يحقق ليك اعلى نسبه كونفرجن ريت، او اعلى نسبه، بالبلدي كده، اعلى نسبه مبيعات. تمام كده. طيب اللي عندي الجمهور بتاعي، وارد هتلاقي فيه جمهور عندك هو مش جمهور واحد بس، انت مقسمه. او لو ما جيت عملت السيجمنتيشن بتاعتك او جيت بصيت على الشرائح بتاعتك لقيت ان الجمهور بتاعك هو بالفعل اكتر من جمهور، يعني جمهور واحد واثنين وثلاثة، فانت صنفهم. وكل جمهور فيهم هتشتغل كامبين لوحده، كل جمهور فيه هيبقى ليه كونتنت لوحده وليه استهداف لوحده، فاشتغل بيه اد ست او مجموعة اعلانية لوحدها، علشان في الاخر خالص وانت بتعمل فكره التستنج بتاعك تقدر ان انت تحدد التستنج بتاعك بايه، بكام بادجت، بقد ايه البادجت بتاعتك، ايه افضل بادجت اشتغلت بيها في انهي مجموعه اعلانيه جابت لي ريزلتس كويس. تمام كده. فيبقى اول حاجه مين الجمهور بتاعك. تمام. طيب ايه الميزه التنافسيه رقم 2 بقى، اللي هو ما هو الميزه التنافسيه او ما هي الميزه التنافسيه اللي عند العميل بتاعي. وهنا الغلطه اللي بتحصل ايه هي؟ دايما بيقال لينا من كل يمكن اساتذتنا اللي اتعلمنا على ايديهم، وعلى كل الاساتذه المحترمين اللي دايما بنشوفهم، وكل يعني كل ما هو خبير في مجال الماركتنج كنت دايما اسمع منهم الكلمه دي بشكل او باخر، ان لو ما فيش عندك ميزه تنافسيه، او ما فيش ميزه تنافسيه في البيزنس ده او في المنتج ده او في الخدمه دي، مش هتنجح في التسويق. فبالتالي انت لو النهارده العميل معايا ما عندوش ميزه تنافسيه، بعمل حاجه من الاثنين: يا اما بعتذر له لان انا مش هقف ان انا انجح معاه عشان حته الميزه التنافسيه، وده الحل الاسهل، الحل اللي الناس كلها بتستسهله يعني، او بتاخده من بقي وبتستسهله. او الحل التاني ان انا ابدا افكر معاه في ايجاد ميزه تنافسيه، وده هيضطر ان انا يخليني ابقى فاهم بيزنس شويه عشان اقدر ان انا ايه، اقدر ان انا اساعد العميل بتاعي في الجزئيه دي. طيب النقطة التانية في الحتة بتاعت الميزة التنافسية، الميزة التنافسية الوهمية، ان العميل يقول لك، تيجي تقول له ايه الميزة التنافسية اللي عند حضرتك، يقول لك انا احسن جودة في السوق.
كذاب. انا احسن سعر في السوق، كذاب حتى لو هو فعلا احسن سعر. مش دي برضه الميزه التنافسيه، لان الحته بتاعت الجوده والسعر، كل حد بيفكر يفتح بيزنس دلوقتي لما بيشوف او يعني عايز يفتح بيزنس مثلا زي مطعم، هيقول لك بص انا اهتم بالجوده علشان الجوده دي هي اللي هتجيب لي العميل. على فكره هو الجوده دي انا واثق ان هي هتجيب له العميل، بس مش ممكن تكون هي الميزه التنافسيه. الميزه التنافسيه هنا معناها ايه؟ ايه نقطه البيع الفريده، او النقطه الفريده، او النقطه التسويقيه الفريده اللي عندك، اللي بعض الاوقات بيقولوا عليها اليو اس بي، اللي هي نقطه البيع الفريد اللي انت هتتميز بيها. مش بس هتتميز، انت على فكره ممكن تكون النقطه الميزه التنافسيه عند بعض العملاء، يعني انا كخالد شفتها ومع عميل حاليا، احسن افضل ميزه تنافسيه عنده هي خدمه العملاء بتاعته. خدمه العملاء بتاعته فوق فوق الممتاز. الناس بتبقى مبسوطه. واحده بالليل نلاقيك، اتنين بالليل نلاقيك، ثلاثه بالليل نلاقيك، الساعه 9 الصبح نلاقيك، الساعه 3 العصر نلاقيك، الساعه 12 الظهر نلاقيك. اقول بس يا جماعه الحقوني في مشكله، اوبا نلحق نجري عليك على طول على حل مشكلتك، وبنحلها بقلب وبحب ومن غير زهق. فدي افضل حاجه، او دي افضل ميزه تنافسيه عند الراجل ده. فبالنسبه لي الميزه التنافسيه مش شرط يبقى في سعر، مش شرط يبقى في منتج. تمام كده؟ فبالتالي انا بالنسبه لي لازم اعرف ايه الميزه التنافسيه اللي عند العميل برضه بتاعي، عشان هي حضرتك انت لما تيجي تشتغل اعلانات لازم وانت بتشتغل اعلان يكون عندك كده بونتر بالعريض قدامك اليو اس بي، اللي هي ميزه او ميزه البيع الفريد. تمام كده؟ اللي هي يونيك سيلينج بوينت، ايه نقطه البيع الفريده اللي عندك. فحضرتك لو دي مش موجوده انت مش هتعرف تعمل ايه، انت مش هتعرف تنجح في اعلاناتك. فارجوك ركز على النقطه دي وانت بتاخد البريف مع العميل بتاعك. طيب الحاجه التانيه، ليه انت بتعمل اعلان في التوقيت ده؟ وهل التوقيت ده هو افضل توقيت مثالي؟ والتوقيت المثالي ده مدته قد ايه معانا؟ ليه بقى؟ لان خد بالك ممكن تلاقي عميل عنده طول السنه بيع، ما عندوش توقيت مثالي. حلو كده؟ وفي توقيت، وفي بعض العملاء بعض المنتجات او الخدمات للاسف بيبقى ليها توقيتات معينه. يعني تخيل كده لو النهارده حضرتك جاي بتسوق مثلا النهارده في دخول شهر رمضان او بدايه شهر رمضان كده، مثلا سي عن كورسات، والمفترض ان الكورسات دي كلها حضورها صباحا، يعني ما فيش حاجه اسمها بعد الفطار دي. فبالنسبه لي انا ممكن لو حاجه زي كده التوقيت بالنسبه لي هيبقى اسوأ توقيت في السنه. ليه؟ عشان الناس هتبقى في ناس بتفضل وهي صايمه بتقعد يا اما بتبقى في شغلها، او الناس حتى بتبقى صايمه اللي بيبقى بيخلص شغله مش عارف يجي لك بعد شغله، بيبقى جاي مفرط. مش في طبيعي، مش في طبيعي، يعني هو مش طبيعي ان هو يبقى بمجهوده العادي. لا هو مش بمجهوده العادي. طيب قيس على دوت لو على اي منتج بيقل جودته او بيقل البيع عنه في رمضان، ده موسم مثلا. تعالى مثلا لو في مواسم في منتجات صيفيه شويه انت بتحاول تبيعها في الشتاء، ففي ناس بتبيع منتج من السنه للسنه، من السيزون للسيزون. في ناس بتبيع خدمه من السيزون للسيزون. تمام؟ ولكن بيعوضوا على والربح بتاعها بيعوض على مدار الايه السنه. فانت مهم جدا تعرف انت التوقيت اللي انت بتعلن فيه ده هل ده توقيت مناسب ولا. فانت بتسال لي انا بعلن دلوقتي عشان ده افضل وقت، او ده التوقيت العادي، او ده من افضل الحاجات اللي ممكن استغلها دلوقتي. خد بالك الكلام ده ينطبق على التوقيتات على مدار السنه، وبينطبق برضو معايا على حاجه تاني مهمه جدا، وهي التوقيت بتاع الشهر. يعني ايه؟ يعني الناس بتاعه الكوزماتكس النهارده عندي مثلا بيبقى في استراتيجي كده الناس ساعات بتشتغل عليها، وهي فكره ان انا ببدا اشتغل ادز بتاعتي من اول يوم 19 في الشهر، 19 20 في الشهر، لحد يوم 7 في الشهر. وبعد كده اي كامبينز تانية انا بقلل البادجت بنسبه 80%، بخلي البادجت شغاله بنسبه 20%. طب ده ليه؟ لان انا النهارده معايا كوزماتكس، فانا رايح النهارده بستهدف البنات النهارده اللي هتشتري منتج شهري، بتشتري منتج وبيخلص في كل شهر بتشتري منه المنتج،
باستهدف اكتر شويه الناس اللي هم هيبقوا شغالين موظفين فبياخدوا الرواتب بتاعتهم اول الشهر. فانا ببدا افكرهم من يوم 20 لحد ايه، ببدا بقى معاهم باوفرز شويه بشويه من الناحيه التانيه، بموضوع الباكج، احط لهم شويه افكار اعلانيه كده مميزه، اخليهم ان هم ايه، اللي اشترى مني المنتج وعجبه خليه يشتري مني المنتج ده مره تانيه. وببدا افكره بيا، وببدا بعمل بيه تارجتنج الناس اللي كانت جات لي على اللاندنج واشتروا بالفعل، فببدا اعيد عليهم تاني كم حملات تانيه في نفس التوقيت اللي هو من بعد يوم 25 وهكذا. فهتلاقوا ان الموضوع التوقيت مش بس بيكمن في توقيتات السنه، على قد كمان ما بيكمن في التوقيت اللي انت ممكن تشتغل عليه كمان في الشهر. تمام كده؟ طيب ده يبقى دي كده الواي الايه التالتة. الواي الرابعه اللي هو فين مكان جمهورك. وهنا بقى بنقول انا هنا بيحدد، او انت اللي بتحدد هتشتغل على انهي منصه. هل النهارده هنشتغل على منصه الفيسبوك بس، نشتغل على منصه التيك توك، هل هنشتغل على جوجل ادز، فهنا بناء على ايه؟ بناء على فهمك من خلال اللي انت الجزء اللي انت خدته في الاول ليه وسالته له. وبرضه لو هو كان شغال او في حد كان شغال قبلك وما بيحققش ليه نتائج، لازم تتاكد هل هو كان شغال على المنصه الصح ولا لا. تمام. وهنا برضو فهم المنصات مهمه جدا، ان انت تبقى فاهم البيهيفير او السلوك بتاع الناس في كل منصه عشان تقدر تعرف. يعني النهارده لما اجي بشتغل عقارات، النهارده بشتغل تيك توك، نيجي الناس تيجي تقول لك طب هو التيك توك بيجيب الكواليتي بيجيب كواليتي ليك كويسه، جدا 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 في العقارات. تمام. فالنهارده طيب هم مين بقى اللي على التيك توك بقى؟ ما هو هنا ده السؤال. يعني هو هنا مين اللي على التيك توك؟ مين الناس اللي احنا بنستهدفهم على التيك توك، وخصوصا ان فئة كبيرة جدا منهم شباب؟ على حسب البروجكت اللي موجود معاك في العقارات. على حسب البروجكت اللي شغال معاك في العقارات. النهارده وارد ان ابقى مستهدف جينزي، جيل جينزي، ابقى انا مستهدفهم بس عشان هو يروح يقول لبابا ويقول لماما. ده وارد. ممكن بعمل حملات براند اورنس عشان ناس الجيل ده يعرف فيقول لبابا ويقول لماما. في ناس مغتربين كتيره جدا قاعدين بره مصر فبيتابعوا التيك توك عشان يحسوا ان نفسهم ان هم عايشين جوه مصر. فنسبه منهم مش كبيره ولكن نسبه منهم كويسه جدا، او الكواليتي بتاعتهم هتبقى كويسه جدا لو قلت لهم تعالوا حاجه استثمار. فبالتالي لازم ابقى عارف انا ليه رايح على المنصه دي، واقدر ان انا ايه احددها. الحاجه الاخيره خالص وهي الهاو، وهي الهاو ماتش او الميزانيه بتاعت عميلك. ويقدر، وده سؤال انا دايما بس بقوله للعميل، معاك ميزانيه كام تقدر تصرفها لمده 3 شهور بدون عائد؟ يعني تانفستمنت او تعمل زي استثمار، تدفع فلوس بدون لسه ما يجي لك ولا جنيه ليك، او يدخل ليك فلوس. لان في عميل يقول لك ما هو انا اكيد لو جالي هصرف. ما هو ده اكيد ده لوجيك اصلا، انت مش محتاج ان انت تقول لي حاجه منطقيه جدا. يعني اللي هو لو جالك فلوس هتزود الميزانيه. ما انا عارف ان انت لو جالك فلوس هتزود الميزانيه. ده طبيعي عشان ما البيع بتاعك ما يقفش، عشان الدنيا بتاعتك تكمل. والله ده طبيعي، انا عارف سيادتك وعارف معاليك ان ده هيحصل اصلا. بس انا بقول لك انت تقدر ده تعمل ده، تصرف لوقت قد ايه او لفتره قد ايه، وتقول انا كده مش هقدر اكمل بعد كده. هيقول لك شهر. ففي بعض الاوقات ساعات بعتذر. ليه؟ لان انا عارف نفسي ان انا مش هقدر احقق له حاجه في اول شهر. طيب ساعات بعض الاوقات يقول لك بعد 3 شهور. تمام. فيبقى انت لازم تبقى عارف ان من بدايه الشهر الثاني لازم العميل بتاعك يبدا يحس بتغير، لازم يبدا يحس بتحسن، طبعا بناء على البلان بتاعتك. فانت لازم تعرف الميزانيه مع المده الزمنيه بتاعت عميلك، الميزانيه اللي مربوطه بالمده الزمنيه بتاعت عميلك. ودي مهمه جدا جدا في العنصر بتاع الهاو ماتش ده، عشان تبقى انت فاهمه. طيب هنيجي نخش بعد كده في الجزء الاخير وهو الكي بي ايز او العنصر الاخير. الكي بي ايز هنا العميل بتاعك بيقول لك انا عايز مبيعات، عايز اكسب، عايز ابيع يعني. فتيجي تقول له تمام، انا اعمل لك اعلان عشان تبيع، بدون بقى ما انت ما بتحدد هي البيع دي هتتحسب ازاي، هتترجمها ازاي. يعني هل انت هتترجم المبيعات دي مثلا لليدز
هترجمها هترجمها مثلا لعدد فيو، في عايز مشاهدات، حد عايز يجيب المشاهدات على كل الاكونتس بتاع التيك توك بتاعه وكل الفيديوز بتاعته، عايز تعملها مبيعات، فالمبيعات هنا قسمتها لا اما عدد عملاء او عدد فلوس. قلت لي والله عايز ابيع ب 500,000 جنيه، والله عايز ابيع من ل 100 عميل. فالغلطه اللي انا بشوفها بصراحه في الموضوع ده هي فكره ان الناس مش بتتفق على الكي بي ايز. تمام. طيب تعالوا نروح مع بعض كده ونشوف احنا ممكن ناخد كيس ستادي. عايزكم تشاركوني، حد يقول اسم منتج او خدمه، ويا ريت يكونوا المنتج او الخدمه دي مع اللي هيقول. ونبدا بقى نروح نفتح كده الداشبورد بتاعتنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. منتج مطابخ مثلا. حلو، اشتغلت انا مطابخ قبل كده مع شركه اسمها كارو موتيل. طيب تعالى نفتح. فين؟ اوكي ماشي. ماشي. طيب احنا المفروض النهارده ان احنا معانا اسمك ايه بقى؟ احمد؟ احمد صح؟ معاك أحمد إن شاء يلا يا الله. احمد، احنا المفروض النهارده هنبدا نقول لك انت البادجت بتاعتك او الميزانيه اللي انت عايز تقسمها معاك بعد خلاص احنا خدنا منك كبير في كل حاجه، عشان بس يعني ايه انجازا للوقت. بس خلينا نقول ناخد بس منك سؤال واحد بس، وهو وليكن على سبيل المثال البادجت بتاعتك، انت البادجت بتاعتك الشهريه قد ايه؟ ولمده كام شهر؟ هي شهريا مثلا كأدز ممكن تبقى 15. 15,000. مم. حلو قوي. جه النهارده احمد يا جماعه قال لك انا معايا النهارده بادجت 15,000. ازاي بتقدر تقيم ان ال 15,000 جنيه بتوع احمد اللي هو قال عليهم دولت هو رقم ضعيف ولا رقم كويس؟ يعني هو 15 دولت هم فعلا مناسبين للاندراست دي ولا لا؟ نعمل ايه؟ حد عنده اجابه للسؤال ده؟ نقدر نحدد منين ان كان الاجابه على ان ال 15,000 جنيه دولت هو رقم مناسب ولا لا؟ هي ممكن تكون على حسب مثلا الصناعة نفسها، مثلا حجم البيعة في الصناعة نفسها. انت تعرف منافسين بيعملوا اعلانات على الفيسبوك؟ كتير. يلا بعت لنا كده منهم منافس كده على الجروب. طيب. بس خالد مش ممكن تيستنج هو اللي يحدد لا، ده؟ اهو قبل التستنج احنا دلوقتي، احنا المفروض دلوقتي، ما هو انا قبل العميل عايز انا اقول له امين انا معاك في الشغل ولا لا. في البداية التستنج خالص. دي هخش في مرحله تانية. ايوه. فانا بعمل ايه؟ بعمل الحاجتين دولت. هو هيبعت اسم منافس دلوقتي، هو العميل قال، لان انتوا خدوا بالكم انا مش قلت لكم خالص في البدايه في السيتويشن اناليسيس ان انت تسال عميل قول لي مين المنافسين بتوعك ومين المنافسين انت عايز تبقى زيهم؟ فهيبعت لي منافسين، فانا هاخد المنافسين دولت بجانب ان انا كمان هسيرش اكتر على منافسين تانيين غير اللي هو بعتهم لي. ماشي. وهدخل في جزء الايه، في جزء الاد لايبرري، في جزء الايه، الاد لايبرري، سواء الاد لايبرري دي بتاعه الفيسبوك او حتى بتاعه جوجل. فببدا احط هنا اسماء المنافسين وبشوفهم هم عاملين كام اعلان. الناس اللي هي مش عارفه الاد لايبرري دي، دي من الفيسبوك نفسه، بقدر احط مثلا اسم، وليكن على سبيل المثال تعالوا كده نفتح معاكم وناخد مثلا اي حد ممكن يكون مشغل اعلانات يعني. تعالى ناخد البراند ده مثلا. ده مثلا براند في الفترة الأخيرة كده
عاجبني شكل الانتشار بتاعه والاعلانات. براند بريفيوم. انا بعت نجمع لحضرتك بس. اروح افتح كده، كتبت اسم الصفحة اهو، عملت كده ظهر لي اسم الصفحة. بعد ما حطيت طبعا الاسم بتاع اهو، دي مجموعة الاعلانات دي 13 ايه، 13 اعلان. حطيت خدت اسم صفحة او اسم البراند، تمام، وجيت تلاقي لي حوالي كام، 13 ايه، 13 اعلان. لك ان تتخيل لو جالك منافس ليه وجي قال لك انا البادجت بتاعتي في الشهر 10000 جنيه، يبقى انا بالنسبه لي ده بيعمل 13 اعلان في اليوم. لو انا هقول يعني كده، تعالوا نحسبها مع بعض حتى على الكالكوليتر، يعني يعني نحسب كده، لو ان الاعلان ان الشخص ده بيحط متوسط مثلا 300 جنيه في اليوم، 300 في 13 اعلان ب 3900 جنيه في اليوم، وده جاي يقول لي انا معايا بادجت 10000 في الشهر، هل هعرف انا اضاهي المنافس ده؟ بكل تاكيد لا. طيب دي حاجه الثانيه، انا لما هبدا اجيب منافسين وابدا احط واشوف متوسط عدد الاعلانات اللي هو بيعملها كام في الشهر او بيعملها كام في اليوم، فانا هقدر اقول وارد يكون الراجل ده بيصرف متوسط قد ايه. هو مش شرط يكون بيحط 300 جنيه، وارد يكون بيحط الايه، ال 720 جنيه دلوقتي بتوع الفيسبوك اللي هو بقت اقل بادجت حاليا في الاعلانات. احنا كنا يمكن في ناس حضرت معايا يمكن من سنتين، مش هنقول بس من يعني من 5 ولا من 6. احنا كنا بس من سنتين ولا من سنه فاتت كنا بنقول يا جماعه 280 جنيه دي اقل بادجت، دلوقتي 720. الاعلانات غليت جدا. فبالتالي النهارده انا لما باجي بشوف اول حاجه قبل ما احدد واقرر البادجت دي قليله ولا لا، فانا هبدا ان انا ايه، استكشفها من خلال رقم واحد الاد لايبرري بتاعتي سواء فيسبوك او جوجل. رقم اتنين السيرش بتاع جوجل عشان اشوف عدد الناس اللي عامله اعلانات على جوجل، كام اعلان ظهر لي وكام منافس اصلا موجود في السيرش. يعني انا ممكن وانا في جوجل الاقي اعلان واحد بس لمنافس واحد بس، يبقى مش كله بيصرف جوجل، يبقى مش كله ممكن تكون بادجته واصله للحته دي، يعني ان هي تبقى كبيره، لان اعلانات جوجل اقل بادجت النهارده انت هتستارت فيها من حوالي 2000 جنيه تقريبا، يعني 1500 2000 جنيه تقريبا انت بتستارت ده. فالنهارده يجي هو يقول لي 10 ده 10 دول لو اشتغلت جوجل خلصهم في 5 ايام. طيب يبقى انا بالنسبه لي انا مع فكره ان انا النهارده استكشف ميزانيه العميل بالطرق اللي انا قلتها لكم دي. يبقى هو النهارده جه بيقول انا عندي منافس، هو بعت لنا اللينك بتاعه اهو، فتعالوا كده نروح حتى نستكشف ونشوف هل المنافس ده عامل اعلانات ولا لا. بس خد بالك مهم قوي بقى في حته المنافسين دي، عشان يعني انا ساعات بلاقي في ناس ساعات يعني بتقع فيها كغلطه، يعني ان هم بيجيبوا المنافسين. في منافس ما بيعتمدش على فكره الاعلانات قد ما بيعتمد على فكره الانتشار الاوفلاين، فلازم تبقى برضه فكره رؤيتك للمنافس تكون كويسه، ودي حاجه يعني هتيجي كده نشوف المنافس دوت. طب استاذ خالد لو هو يعني لو عايز ياخدها كبداية، يعني 10000 دي كبداية وكل شهر يبدأ يضاعف المبلغ أو حاجة، احنا كده تقريبا بنكنسل الموضوع من البداية، لأن احنا لقينا الوضع ما ينفعش بالنسبة ل 10000. معاك يا صاحب، قولي كده تاني معلش عشان بس الشبكه راحت وجت تاني. ما حضرتك سمر بقول لحضرتك دلوقتي لو احنا كده يعني طبقا للمعلومات اللي حضرتك طلعتها، احنا كده هنكنسل المشروع ده لأن الميزانية صغيرة. نفترض إن العميل عايز يشتغل بس مع كل شهر هيزود، يعني كبداية وهو بس ستارت هو 10000. الطبيعي ان كل شهر
هيزود. ده الطبيعي في الاعلانات، ما دام هو بدا يلاقي فيه مبيعات. اوكي، ده طبيعي. ولكن الستارت المناسب ايه؟ ما احنا هنا بنتكلم يا صاحبي على الميزانيه المناسبه ايه، عشان ابدا نجيب مردود وانت تشوف دنيا تمام والمردود حلو، ونوصل للهدف بتاع حضرتك في المقام الاولاني. فالنهارده هو بيقول كام؟ هو قال النهارده 15000 جنيه في المطبخ. النهارده ده 23 اعلان معمول وعايز يبقى زيه. هل منطقي ان انا هبدا ب 15000 في الشهر؟ يمكن اليونيك ديزاين ده براند قديم وناس معاها فلوس، يبقى ما احطوش منافس، يبقى ما تجيش تقول لي انا عايز ابقى زيه. تعال نشوف واحد انت عايز تبقى زيه بعد اذنك، وريهولي وابعتهولي، وهبدا اخد اللينك تاني وهبدا اسيرش واشوف برضه بيعمل. جيت لقيته مثلا عامل 4 اعلانات، لقيت منافس عامل 4 اعلانات. طيب لو انا قلت متوسط النهارده ان الاعلان دوت ده انا بحط 300 جنيه، ده متوسط، اللي هو بالمناسبه مش هيوصلكم لحاجه. النهارده اليوم ب 720 جنيه يا جماعه، ده اللي هيبدا يجيب لك او هيحقق ليك الريزلتس. والمفروض ان انت هتسكيل عليه. يعني ايه هتسكيل؟ يعني هترفع البادجت دي مع الوقت، والحمله بتاعتك كمان شغاله. لما ما دام الحمله بتاعتك بتجيب مردود، ما ساعات بيبعت لك دلوقتي، بيبعت لك ريكومنديشن يقول لك لا اما بتظبط الكرييتيف، وانت كمان عينك بتيجي على الداشبورد تشوف الكرييتيف عايز يتغير، وساعات يجي يقول لك ارفع عشان تحافظ على مستوى النتائج، ارفع الحمله بتاعتك، فانت بترفع 15% من المبلغ اللي انت حاطه. فالنهارده انا باجي بلاقي ان هو عامل 4 اعلانات. يعني انا لو بالميت الراجل ده بيصرف له 2000 جنيه في اليوم، وهو بيقول لي 15 في الشهر، اللي هو بيقول لي 10 في الشهر، يبقى برضه ميزانيه قليله. طب هنا انا ممكن اعمل حاجه، يبقى انا مش هشتغله على مدار الشهر. طب ما هنشتغل له ايه؟ هنشتغله على مدار 10 ايام. البادجت دي هقسمها على 10 ايام بس في الشهر. طب حلو قوي. هنا بقى بنقول، هنا انت بتاخد ريسك. ريسك ايه هو؟ ريسك ان انت هتستارت 10 ايام بس في الشهر بال 15000 جنيه بتوعه. تمام. فانت هنا لازم هتاخد الريسك في التوقيت بتاع انهي توقيت هتعمل فيه الكامبين على مدار الشهر. لان انت بقى المفروض لما هستارت معاه في الشهر الاولاني انا اصلا بعمل حملات تيست، لان انا من الميزانيه اللي انا هاخدها منه دي من 15 ل 20% منها رايحه تيست اصلا. يبقى انا حتى في التيست خانقني. يعني انا هاخد معاه الريسك. فانا دايما بقول للناس لما في بعض الكونسلتيشن بصراحه، ولما حد بيبقى بيطلب مني يقول لي هو عايز اخد معاه يعني، او انا هاخد معاه الريسك في الحته دي، ويقول لي انا ممكن اخد كام منه في الشهر. بقول له لو انا مكانك كخالد يوسف والله ما باخد منه حاجه. هدخل معاه واقول له ان انا مش هاخد منك اي حاجه غير لو بدأنا النهارده تشوف شغل مظبوط والدنيا تمام. لان انا مش هصرف ديزاين، انا مش هصرف حاجه من جيبي يعني. يعني لو في ديزاين هيتكلف هحمله له، في كونتنت حد هيكتب لي كونتنت خارج عني هحمله له. بس لو انا هعمل كونتنت مش مشكله، اضيف اعمل الكونتنت انا. وخصوصا لو انت في مرحله المبتدئ او انت في مرحله المتوسط، اعمل الكونتنت انا واعمل الكامبينز. تمام. وابدا انا. ده مجهود، والمجهود يا اخي يعني يا مستر خالد انت بتقول عكس كلامك ان انت قدر وقتك وما تضيعش وقتك على الفاضي وي ده حقيقي انا بقول كده. ولكن انت في انهي ليفل عشان تقدر تسمع نصيحتي دي؟ انا بقول لك لما تكون انت النهارده عندك خبره في مجال ما، ومجال ما ده انت عندك الخبره الحلوه فيه، اللي عامل فيه قصه ستادي حلوه جدا وناجح جدا، فما تجيش تقول وانت النهارده قاعد من الشغل وما فيش اي مصدر دخل ليك وجالك عميل، ما تقدمش تنازلات تضيع فيه وقتك او تضيع فيه مجهودك مقابل التنازلات انت بتقدمها سواء ماديا او حتى معنويا. ده انا بقول كده. ولكن نيجي نقول انت النهارده مبتدئ، النهارده اول ما امسك اشتغل في المجال ده، لا، الموضوع شويه يختلف. تمام كده. دي وجهة نظري، تتفق معايا او تختلف معايا، بس دي وجهة نظري اللي انا مؤمن جدا بيها. طيب خلينا نرجع نقول تاني. النهارده 15000 هو جه بصيت لقيت ان المنافس بتاعه اللي هو بعته لي عنده 23 اعلان، يبقى اصبح ان البادجت بتاعته دي مش مناسبه. طب لو جينا قلنا ان البادجت بتاعته دي اللي هو يعني قال لنا عليها، تعالوا كده لو انا افترضنا
هاجي اقول ال 15000 دولت هيتوزعوا ايه. اول حاجه هو اغلبيه الحملات مشغلها مسج يبقى او واتساب، لان انا اول حاجه لازم وانا بقول هبدا احط بقى على الداشبورد عندي ايه نوعيه الحملات اللي انا هشتغلها للعميل ده في مجال المطابخ. يبقى انا وخدوا بالكم هنا وانتوا بتحدد الهدف لازم تبقى عندك الماتريكس اللي هتعرف تظبط شغلك عليها، يعني اللي هي بالبلدي يعني ادوات القياس اللي اقدر اقول العميل ده جاي من الاعلان بتاعي عليه. فلازم يبقى عندك ادوات القياس، اي اعلان بيتعمل ادوات من غير اداه قياس في الاعلان ده مش انا شغال اصلا. ما عندكش ادوات تقيس او ما عندكش طرق القياس عندك على الداشبورد اللي تعرف توصل للعميل. يعني بمعنى ايه؟ النهارده انت هتعمل حملات واتساب على رقمك؟ لا، على رقم العميل، صح كده؟ طيب العميل النهارده بيجي له في الطبيعي بيجي له ناس بتسال عادي. طب العميل هيعرف منين اللي جاله المسج واللي جه خد المطبخ ده جاي من حملتك الاعلانيه ولا هو جاي من اعلان عادي؟ يبقى انا بعمل ايه؟ يبقى انا المفروض عندي طريقه قياس. طريقه القياس بتقول ايه بقى؟ بتقول ان انا بحط رساله ترحيبيه معينه عشان لما العميل هيكونفيرج هيبدا يعمل الكونفرجن بتاع الكونفرزيشن بتاعته او المحادثه بتاعته هيبدا يعملها، بتيجي على الواتساب رساله ترحيبيه الاول، يعني بتيجي كده كلمه اد هوريها لكم دلوقتي. فيبقى انا لازم عندي طريقه القياس اللي بقيس بيها ده. طيب دي اول ايه؟ يبقى انا لازم وانا بقول ايه هي الاهداف بتاعتي، ما انا لازم اعرف الاول معظم المنافسين بيشتغلوا ايه وايه الهدف اصلا اللي انا عايز اودي العميل عليه. يعني هل اخلي العميل يدخل على الويب سايت فيشوف نوعيه المطابخ ويشوف شغلنا وبعد كده ياخد اكشن معايا؟ طب جوه الويب سايت احط فيه زر واتساب ولا احط فيه فورم فالعميل يسجل؟ فانهي البروسيسنج اللي انا احطها للعميل تبقى اسرع بالنسبه له وافضل بالنسبه لي؟ فلازم اجاوب على السؤال ده عشان تقدر تحدد الايه الاهداف بتاعتك. فبالنسبه لي انا هروح اختار النهارده التفاعل. ليه؟ لان هو ده بتاع المسج سواء واتساب او حتى ماسنجر. تمام. طيب ولا احط ليد جنريشن ان العميل يسجل بياناته فاخد بياناته وانا اتصل عشان عندي طقم سيلز مبيعات؟ لا، ده مش في مجال المطابخ. يبقى انا هبعد عن الهدف ده. يبقى انا هروح على الايه على يبقى انا التقسيمه اللي هحطها للاهداف بتاعتي بناء على البادجت اللي موجوده بتقول ان انا هبدا بالتفاعل. طب وايه تاني؟ ما انا عايز اعمل بيدج لايك او اويرنس عشان هري تارجتنج للعميل ده او للناس دي تاني. هنا بقى اللي هي الفانلز. هل انت بالبادجت دي هينفع تعمل بيها فانلز ولا مش هينفع تعمل بيها فانلز؟ ده برضه اجابه انت لازم تجاوبها على نفسك. لان هو في الطبيعي انا عندي كامبين من كامبين لتو كامبين مثلا شغالين، واحده بيدج لايك وواحده اويرنس. والاويرنس دي انا شغال عليها فيديوز عشان ابي تارجتنج على عدد المشاهدات للناس او اعيد استهداف الناس اللي شافت الفيديو لحد الاخر. فيبقى انا عندي بجنريت او بولد كل يوم عملاء جديده بتشوف الفيديوز بتاعي ده للاخر عشان اعرف استهدف الناس دي بشكل بيعي او احلهم بحملات بشكل بيعي. تمام كده. فبالتالي انا عندي فانلز برسمها، عندي فانلز بس مش في كل البادجت للاسف بتنفع ان انا اشتغل بنظام الفانلز عندي. وده من الحاجات برضه اللي بشوف الناس ما بتقولهاش خالص ابدا ولا بتتكلم فيها. الناس بتتكلم في ليفل تاني خالص، بيتكلموا على كلام تاني خالص بس مش بيتكلموا في الحقائق. تمام كده. طيب يبقى احنا اصبح عندي النهارده انا البادجت خدتها. هاجي اقول ولكن تعالوا كده ناخد التفاعل مثلا. اعمل متابعه كده سريعا هستخدمها ما بس يدوي. أستاذ قول يا خالد، صاحبي. دلوقتي حضرتك لما بنعمل اعلان مثلا رسائل بس، يعني بناخد الهدف رسائل بس، يبدا امم العميل يبص على الصفحه ما يشوفش اي تفاعل خالص، ويقول ايه ده؟ طب في الاعلان الرسائل ليه ما بيجيبش انجيجمنت؟ هو مش واصل له فكره ان دلوقتي بقى الموضوع تحدد قوي بقى. كل يعني كان زمان بنعمل اعلانات فكان الرسائل ممكن يجيب انجيجمنت، الرسائل ممكن يجيب لايك للصفحه. دلوقتي لا، امم خلاص بقى هدف محدد. فالعميل يسالك يقول لك لا، طب انا عايز تفاعل زي المنافس بتاعي على الصفحه. قولي له لو عايز تفاعل على الصفحه فحضرتك كده مش عايز مبيعات. ما هو هنا مبيعات حاجه وعايز تفاعل على الصفحه حاجه.
فحضرتك عايز انهي من الاثنين، مع العلم برضه ان انت مش بتقولي له ده غير لما تشوفي البادجت اصلا. لو هو البادجت بتاعته تسمح ان انت تعملي له نوع من انواع الانجيجمنت على صفحته، اعمليها له. فبتعمليها له بصياعه شويه يعني. ممكن انا النهارده اعمل له اعلان، اختار كل اسبوع بوست مثلا، واعمل عليه اعلان مدته 3 ايام واوقفه. جاب له بس كام كومنتس، جاب له تفاعل وخلاص، اللي هو وصلت للي العميل عايزه بذكاء، وفي نفس الوقت ما حضرتش ميزانيه. انت اللي بتجيب الميزانيه وانت اللي بتجيب هدف العميل، فبالتالي لازم يبقى عندك ذكاء في التعامل فيه. يعني ما تقفلوش تقولي له حضرتك اصلا انت عايز مبيعات، فما تسالنيش بقى عن انجيجمنت. انت قفلتيه رغم ان هو غلط، ورغم ان هو سؤاله او طلبه ممكن يكون سوري في اللفظ يعني غبي، ولكن انا ارد عليه ازاي، اقنعه ازاي؟ دي انت قبل ما تردي عليها لازم تشوف الاول البادجت اللي معايا مناسبه ان انا احقق له طلبه ده ولا لا. فهنا برضو هرجع اقول تاني السوفت سكيلز يا جماعه هي والله تلاقي في كل تفاصيل او مشاكل مع عميل بتقف، صدقوني في الحته دي. تمام. طيب هنرجع هنا، ادي هعمل التالي، سميت اسم الحمله المجموعه الاعلانيه، هبدا ادخل عندي وهبدا ان انا اختار وليكن الصفحه دي. فبيجي في اوبشن حلو في الفيسبوك في الوقت الحالي. طبعا انت عندك هنا اللي هو انت عايز مسج، عايز مشاهدات على فيديوز، عايز كول، عايز تشجع الناس من خلال الماسنجر ان هي تروح على الويب سايت، ولا عايز الناس تعمل تفاعل على صفحتك على الفيسبوك. ده اللي موجود اهوت، وده اللي ظهر ايه قدام حضراتكم. تمام. طيب في بعض الاوقات بيبقى فيه بقى، بصوا هنا الميزانيه كام؟ اقل حاجه 720 جنيه. اقل حاجه هنا كام؟ 720. طب انا النهارده لو هعمل الاعلان ده ب 720 في بادجت ال 15,000، يعني المفروض هيبقوا كام؟ يعني هيبقوا كام؟ هيبقوا كام يوم تقريبا؟ هيبقوا حوالي ممكن نقول لو في ال 15,000 ممكن يبقوا في بادجت ال 20 يوم. طيب هو هنا السؤال بقى، هو انا هعمل حمله واحده؟ يعني هل انا هعمل حمله واحده بس هي دي بس اللي اعملها؟ لا، ده انا هعمل حملتين. يبقى اصبح كده ان انا هعملها على 10 ايام. طب سؤال تالت، هل التستنج بتاعي هيبقى ب 720؟ لا، التست بتاعك هتحط 280. طيب ما انا هعمل كده حمله ب 280 مدتها 3 ايام على الاقل، فالثلاث ايام هيصرفوا معايا سكه 600، سكه مثلا 660، قول 700 جنيه بالضريبه بتاعتهم بالدنيا بتاعتهم كلها. طيب انا 700 جنيه دي ادي كده اول هنقول 1000 جنيه اتشالت من البادجت بتاعتك. ده لو انا عامل تيست كمان على نوع، على جمهور واحد وعلى كرييتيف واحد، مش هفتح في التستنج بتاعي. يبقى اصبح ان انا عمال بحدد وعمال يعني بحسبها بالشكل ده او بالطريقه دي، فلقيت ان ال 15 قليلين. ده انا احنا نوصل للمرحله دي المفروض، او المرحله اللي هي بتاعت دي لما بنقول بعد ما خلاص ما اتاكدنا وتيقنا تماما عدد الاعلانات اللي المنافسين بتوعنا بيعملوه، سواء في ميتا او في جوجل، مع عدد الاعلانات اللي انا بقيت اشوفها كمان من المنافس. مع الحاجه برضو المهمه، هو بيبيع منتج بكام، والمنتج بتاعه اللي بيبيع، يعني هو بيبيع مطابخ دلوقتي. حلو قوي. المطبخ هو عشان النهارده مين الناس اللي احنا هنروح لهم عشان نقنعهم بموضوع هو يجي يشتري من عندي مطبخ؟ يا اما عريس بيجي شقته او عروسه بتجي شقتها والمطبخ عليها، او العريس على حسب الاتفاق يعني، سواء عريس او عروسه. تمام. او حد عنده مطبخ قديم وعايز يجيب مطبخ جديد. حلو قوي. طيب العريس والعروسه عشان يجيب مطبخ هياخد قد ايه وقت عقبال ما يقرر ويقول انا الافضل وانا الانسب اللي هو يجي ياخد من عند المطبخ؟ طبعا دي بخلاف المواسم اللي هو زي عيد الام مثلا، فبيشتغل حته المطابخ دي بتشتغل حلوه قوي في الموسم بالذات بتاع عيد الام ده، بتشتغل بيها بافكار حلوه، فبتشتغل حلوه، انا جربتها يعني. طيب فبالتالي النهارده انا لو عندي البروسيس الاولانيه مع العميل بتاعي الاولاني العريس او العروسه، فبياخدوا وقت، فهياخدوا تواصل، فممكن اصلا يجي لي عميل من حمله انا بداتها من اول يوم من العميل بس ضمن الشهر اللي بعديه.
عادي، ده وارد يحصل في المجال ده، لان البروسيسنج بتاعت العميل عشان يوصل لمرحله البيع النهائي طويله، يبقى برضه محتاج بادجت اعلى من كده، برضه محتاج نفس اعلى من كده، محتاج ان العميل على الاقل خلال 3 شهور يقدر يحكم على الشغل. فبالتالي دي حاجه من الحاجات اللي انا لازم وانا بحسب البادجت او اداره الميزانيه بعد البريف بتاع العميل على الداشبورد، مهم ان هي تكون عندي وانا فاهمها بالطريقه اللي انا بقولها لحضراتكم. مهم جدا ان انا ابقى فاهم ده، وفاهم اقل يوم عندي بكام عشان يقدر يحقق لي مبيعات. نفضل اقل يوم يا جماعه 720، ده اقل يوم بيقدر يوصل لنتائج كويسه ومرضيه في الفيسبوك. فبالتالي لازم اعرف الحسبه بتاعتي صح، لازم اعرف. وعلى فكره مش في كل المجالات، يعني انا النهارده لو في العقارات اقل يوم ب 2500 جنيه النهارده. لو بنتكلم النهارده في العقارات 2500 2000 جنيه وانت طالعين بقى. في ناس ممكن بتست كده، او انا ساعات بتست او بشتغل عقارات ممكن اتست ب 1000 جنيه في اليوم. بنتست بس كده ايه، تيست بسيط 4 ايام، وبعد كده بقفل الكامبينز او بكمل كامبينز وبرفع بادجت. تمام. فالنهارده على حسب برضه المجال اللي انت داخل فيه. طيب نصيحتي برضه في الحته دي ايه، ان انت لازم تبقى فاهم ان اقل يوم كام 720 صح، بس ما تبداش ب 720. انا ممكن ابدا ب 380 جنيه واشوف جوده العميل اللي جاي لي ايه. طيب الحاجه الثانيه، الريتش بتاعي ماشي ازاي، وهو والامبريشن ماشي متوسط كام في اليوم، بيعلى بيوصل لكام في اليوم. ببدا ممكن اوصل لل 720 اعلى بيه او ممكن اعلى بيه. طب انا عايز النتائج من اول طق على طول، يبدا العميل بتاعي يبدا يحس هي بال 720. لو انت متاكد ان طبعا الاودينس والتستنج بتاعك بقى مظبوط والدنيا تمام، حط 720 وانت وابدا لانش الكامبين بتوعك او لانش الكامبين بتاعتك وتوكل على الله. تمام. فده احنا بس انا ليه بجاوب على الاسئله اللي في بعض الناس بتسالها، وللاسف بعض الناس يعني ممكن نقول ان هم ايه بيتريقوا على السؤال من النوعيه ده. اللي هو لو يا جماعه انا ابدا اليوم طب بكام، فده بيبقى سؤال بدائي جدا. بس انا مهم جدا ان انا يجاوب على السؤال ده، عشان في ناس بتقعد ساعات بتقعد تفتي تقول على حسب المنتج، على حسب انا بقولها لك بكل بساطه، اليوم بتاعك 720 جنيه. ده رسمي فهمي نظمي من الفيسبوك اصلا. احنا في الاول ما كانش بيحط لنا 720 دي، في الاول كان بيحط لنا 180. ايا كان فهي المجال. ايوه. بصي ايا كان المجال هو كان بيحط 180. لما تبداي تحطي صفحه العقارات بيبدا يبدا يفهم مين الجمهور، بس لما تبداي تلانش الحمله تلاقي ريتش قليل قوي. يعني 720 ده اشتراك بيها عقارات ما تجيبليش مردود، امم في العقارات ما تجيبليش مردود. ما هو برضه هنا خدوا بالكم يا جماعه، انا ببيع بكام؟ ما هو لازم دي نفهمها، لازم دي نبقى حاجه لوجيك وحاجه منطقيه. يعني انا متخيلين مثلا انا النهارده عايز اروح استهدف او هنزل انه انا النهارده محل ذهب وفاتح النهارده مثلا في وسط البلد. النهارده انا يوم ما هعمل النهارده افتتاح واجي اوزع فلاير، هروح اطبع ورقه اي 4 ابيض واسود واوزعها للناس، ولا انا هعمل فلاير عالي جدا وغالي جدا عشان بيدل على الايمج بتاعي، عشان انا عارف ان العميل اللي جاي لاكجري، العميل بتاعي اللي جاي ده لاكجري قوي. صح كده؟ هي كده. ما هو انا لازم بعرف انا برضه ببيع ايه. طيب فيبقى انا كده بتبقى مشكله عند العميل ان هو اساسا مسعر غلط، مسعر منتجه غلط، مصعب الايه؟ مسعر المنتج بتاعه غلط، يعني هامش ربح اللي ضايفه على سعر المنتج بتاعه او الخدمه دي غلط، دي قصه قليل. تاني خالص، دي قصه تاني خالص. انا بتكلم على اللي هي فكره ان بس اللي انت شغال عليها طبيعه العميل نفسه غالي. يعني النهارده العقارات مثلا، عميل عشان يضان النهارده بتبيعي مثلا واحده ب 8 مليون جنيه، فما تجيش تحط لي 180 جنيه في 180 جنيه في اليوم. واصله؟ يعني انت بتبيعي حاجه لعميل هيجي ياخد منك ب 8 مليون، فانت عايز العميل ابو 8 مليون هتقعد تحط لي 180 جنيه في اليوم، تيجي تحط لي 700 جنيه في اليوم. مش منطقي. هي دي اللي انا بتكلم فيها. اما قصتك اللي انت بتحكي فيها دي قصه تسعير، ان هو انا من الحاجات اللي انا بعملها وانا بعمل سيتويشن اناليسيس مع العميل وبشوف وضعه وبشوف دنيته وبعلن عن وضعه. من الحاجات اللي ساعات انا بسال العميل لما بلاقي منتج معين، بقول له طب هو انت ليه سعرت التسعيره دي؟ يعني ايه اللي خلاك تسعر؟ يعني مثلا انا النهارده رحت خدت
قطعه، انا النهارده ببيع ملابس، رحت خدت مثلا السويت شيرت ده، خدته من المكتب ب 220 جنيه، فقلت احط عليه 150 جنيه، فبيعه ب 300 وكام، ب 370 جنيه. طب ليه حضرتك حطيت ده لك؟ عشان اعرف انافس بالسعر. طب ما انت هتخسر، ما هو ما فيش حد في الملابس بيحط مكسب 150 جنيه. انت لازم تحط المكسب 100%، 220 تحط قدامه 220. ليه؟ لان انت عندك مصاريف تسويق، مصاريف اعلانات، فانت ممكن اصلا من 220 اللي حضرتك هتحطهم دولت اصلا يطلع ليك فيهم مكسب اصلا 70 جنيه او 80 جنيه اصلا. فبالتالي النهارده في مجالات التسعير بتاعها بيعتمد غلط. فعشان كده واحنا بنعمل ستيش اناليسيس، هي دي اهم مرحله دايما مع العميل، عشان افهم كل الامور دي منه. طيب يبقى انا كده خدت البريف، بدات ان انا اعرف المجال، بدات احدد البادجت بتاعته كويسه ولا مش كويسه، بدات افتح الداشبورد، بدات ان انا احدد الاهداف بتاعتي على الداشبورد، واقول والله انا هشتغل 3 حملات واتساب، حملتين حمله منهم شامله، يعني واتساب مع ماسنجر. هو عامل الاوبشن ده دلوقتي ان هو بيقول لك سيب لي انا اوتوميت ليك، او انا اوتوميشن ليك الموضوع ده، واشوف انهي افضل منصه العميل راح فيها، يعني راح اكتر واتساب ولا راح اكتر ماسنجر. ولو راح اكتر واتساب هكمل في الواتساب، راح اكتر ماسنجر انا هكمل في الماسنجر. ده بيعملها دلوقتي، والاوتوميت ده موجود يمكن كلنا على الداشبورد بتاعي، اللي هو بيبقى عندك، بس هو عشان صفحه جديده بيبقى موجود في الحته ديت، بيديني اوبشن من الاثنين، انا عايز اعمل ايه، بس عشان الحساب ده برضه جديد فهو مش مش ظاهره دلوقتي، وخصوصا برضه ان الصفحه دي جديده فهو مش ظاهره دلوقتي يعني. تمام. طيب يبقى انا بالنسبه لي عندي خدت البريف، عرفت كل حاجه عن من البريف بتاعه، عرفت احدد الكي بي ايز بتاعتي برضه معاه من خلال البريف اللي انا خدته. بعد كده بدات افتح الداشبورد، وبعد كده بدات ان انا اقسم الحملات بتاعتي جوه الداشبورد. طيب هنيجي بقى لاخر نقطه واهم نقطه بالنسبه لي النهارده، عايز اعمل برزنتيشن كويس. احنا عندنا في مثل مصري بالبلدي كده بيقول ايه؟ العين بتاكل قبل الايه؟ قبل البق. فنفس الكلام مع العميل بتاعك، العين بتشوف وبتفكر قبل العقل، يعني يعني هو من الحاجات اللي نسبة التقفيل بيها بتاعتك بتعلى. كل ما كانت البرزنتيشن بتاعتك اقوى، كل ما كان نسبة تقفيلك للديل اعلى. فلو حضرتك النهارده ما بتعرفش تعمل برزنتيشن، وتعرف تعمل ابهار للعميل في البرزنتيشن اللي انت هتعملها، وهنا الابهار مش بقصد بيه انك انت تبيع له كلام في الهوا، انا هنا الابهار بقول عليه فكره ان انا النهارده اعمل برزنتيشن اعرض فيها الشغل او تفاصيل الشغل بتاعتي اللي انا هاخدها، ولكن اعرضها بشكل يكون احترافي. طيب انا عشان اعمل الكلام ده، انا بقى هروح على فين او اعمل ايه؟ تعالوا كده نفتح مع بعض. طب ممكن معلش أسأل بس سؤال بخصوص البريف، أرجع بس للنقطة دي. قول يا صاحبي. طيب دلوقتي العميل بيجي لي عن طريق مكالمة، يعني بيتصل بيا ويقول لي أنت فلان فلاني بتشتغل في مجال التسويق، تمام. امم في نفس المكالمة دي تحديدا أبدأ آخد كل المعلومات دي ولا في نحدد المكالمه طبعا ممكن في لا في المكالمه خدي منه كل حاجه عادي، سواء مكالمه او حتى ان انت تقابليه فيس تو فيس، يعني سواء لا، انا لو النهارده. مسألة المقابلة يبقى في نفس المكالمة الأولى أنا باخد منه كل المعلومات دي. طبعا، يعني هي اصلك العميل، خدي بالك، العميل انت بتستارتي معاه او بتشتغل، يعني بتاخدي معاه الموضوع على كذا مرحله عشان تضمني الديل يعني. اول مرحله هي مرحله مكالمه الايه؟ التعارف. انا بعمل معاه مكالمه تعارف، بعرف عن البيزنس بتاعه واعمل معاه واخد منه البريف بالكامل. الفيز الثانيه او المقابله الثانيه عرض التصور، مش خطه الاعلانات او البلان بتاعتك، لا هي انت بتعرضي عليه التصور اللي انت بناء على البريف اللي انت خدتيه هتعملي معاه ايه.
الحاجه الاخيره بقى، هو خلاص ضن قال لك تمام كده، احنا ابروفل او احنا موافقين خلاص على عليكي، فاحنا كده هنستنى الكوتيشن بتاعك. فلازم يبقى عندي كوتيشن او طريقه او عرض سعر او عرض الاوفرز بتاعتي، ان انا بقول له ان انا النهارده هشتغل مع حضرتك النهارده ببادجت قد كذا في الشهر، بادجت قد كذا في الادز، في رولز كده لازم نلتزم بيها، ان حضرتك بتحول مبلغ مقدما كل اول شهر من يوم واحد ليوم كذا، فبنعمل كده، بعمل كوتيشن محترم ببعته للعميل. العميل وافق على الكوتيشن، فهيبقى منتظر منك البلان اللي انت هتدخلي بقى فيه في الفيز الفاينلي او الفيز الثالثه، اللي انت هتقولي له بقى ده كده خلاص احنا اتفقنا، حضرتك بعت لي فلوسي، دي البلان بتاعتي اللي انا هشتغل عليها، ودي الكي بي اي اللي احنا نيجي نتحاسب عليها اخر الشهر. شكرا، السلام عليكم. وعليكم السلام. بس معلش الموضوع يعني بعد اذن حضرتك، هو عرض التصور ده بيكون شامل ايه؟ بما اني هبعت له كوتيشن هيكون فيه السعر، عرض التصور ده فيه ايه؟ الافكار المبدئيه للشغل عرض التصور. اللي حضرتك قلت اول حاجه بعد المكالمه تصور. في عرض ايوه، خطه تصور هتعملي له بناء على البريف اللي انت خدتيه منه في المكالمه الاولانيه. المنصات مثلا اللي هشتغل عليها او بالظبط مش كده؟ بالظبط. الافكار خطه التصور دي هي اللي هتخليكي تقفلي الديل ولا لا، هي اللي هتخلي العميل يهرب منك ولا العميل يضن معاكي. طيب افرض حضرتك اخد مني عرض التصور ده وكان شامل بعض معلومات هو هيستفيد بيها وشكرا، وانت مش اصلا في خطه التصور انا مش بديله كل المعلومات، لان انا اوريدي اصلا بقول له لو في حاله ان احنا هنشتغل حضرتك بتديني فتره اسبوع بعد الشغل، او يعني خلاص احنا اتفقنا على الشغل وحضرتك حولت لي المبلغ بتاع الشهر بتاعي، فحضرتك بتديني اسبوع عشان اعمل لحضرتك البلان ده. انا بحط خطوط عريضه بس. ماشي. يعني التصور ده بيكون شامل بعض افكار، تقصد حضرتك بعض افكار؟ تعالي نعملها كده مع بعض دلوقتي. هو مش عندي، هو قال لك النهارده عنده مطابخ صح؟ تمام. طيب تعالي كده نفتح ايه برزنتيشن، اروح على كانفا، وكانفا لازم يكون مدفوع يا شباب عشان نعرف نستخدم كل التمبلت اللي موجوده فيه. كانفا المدفوع بيبقى عامل حوالي 150 جنيه في السنه، مش قصه يعني، تروحوا تجيبوها من سيلر ب 100، بيبيعوا لكم ب 150 في السنه يعني. تمام. ابعت لكم سيلر كويس ده تقدروا يعني ان انتوا تشتروا منه الايه، تشتروا منه الكانفا مدفوع في السنه، بس ده ايديكم ورجلكم اصلا، عشان ده اللي بيعمل لنا البرزنتيشن بشكل كويس. فانا هروح هنا كده هضغط على كلمه برزنتيشن، وانا الاكونت بتاعي مدفوع. هروح كده على ادي اهو البرزنتيشن بتاعتي، فتح لي كل التمبلت اهي. تمام كده. طيب تعالوا مثلا ناخد السوشيال ميديا، خدت التمبلت ديت، هفتح كده اهو، هكتب هنا سوشيال ميديا، وهكتب العميل بتاعي اسمه ايه، يعني هكتب هنا اسم العميل. هنا في حاجه وانا بعمل برزنتيشن، انا عندي شويه برزنتيشن جميله ولطيفه. اول حاجه لازم اوحد اللون بتاع البرزنتيشن اللي انا هشتغل عليها، لان انا مش شرط النهارده ان انا رحت خدت مثلا من ديت، انا ممكن اروح مثلا اشوف لون زيها، يعني لون يكون قريب منها شويه، وليكن مثلا ديت، وافتح تاب كده واخد حاجه من هنا عادي. يعني انا ممكن انا بحط الفلو بتاعتي، الورك فلو او خطوات العمل بتاعتي اللي هشتغل عليها، يعني انا هحط له ايه في خطه التصور. فانا هنا بقول ايه بقى، بعمل فايل تكست وبكتب فيه عناصر خطه التصور، عناصر خطه التصور. ففي عناصر خطه التصور هكتب فيه اول حاجه، هقول له في عميل ممكن، وانا في اول حاجه هعرضها عليه اقول له اصلا وضع السوق ايه، ليه قادر اجيب معلومات، فبوري له اللي انا فاهم. فبقول له مثلا ان يعني انا مثلا خليني افتح معاكم برزنتيشن عملتها، كان العميل بتاع مع ان المفروض ما اعملش كده، بس يلا عشان العميل ده بس ما ضمناش معايا عشان الاوفرز بتاعه ما كانش مناسب بالنسبه لي. طيب خليني فين لايف ستايل فينيتشرز. بصوا مثلا، بس الكلام ده هدفع له فلوس، يعني مش عارف المفروض الكلام ده هدفع له فلوس، بس يلا بقى تعالوا فين لايف ستايل. بص انا هنا ده مجال، او ده كان عميل بتاع فينيتشر،
ودي المفروض ان هي خطه تصور. اوكي طيب، فانا مين اصلا؟ ده العميل انا لسه رايح له، هو العميل حد عامل لي ريكومنديشن يعني، ماشي. فعرفته انا مين. بعد كده اوفر فيو بقى، قلت له اصلا الماركت بتاع الفرنتشر في مصر، هو انت تقدر الماركت عامل ازاي، يعني الماركت العالمي عامل ازاي، والماركت بقى في ايجيبت عامل ازاي. ده في ضخ فلوس وفي مليارات داخله في المبيعات بس في الفرنتشر، والاونلاين اصلا بيتباع منه نسبه قد ايه في الاونلاين. يعني انت بنقدر ان احنا يعني تاخد، او الناس بتبيع كام اونلاين، الكلام دي احصائيات موجوده. تمام. فبالتالي انا عشان اعرفه ان انا فاهم اصلا في الصناعه بتاعتك، فانا بقول لك ان انت النسبه في 2024 الناس باعت بكام، تمام، ومتوقع يبيعوا بكام لحد 2030، ونسبه البيع الاونلاين عامل ازاي. كل قعدت ايه اديله كده ايه اوفر فيو. بعد كده دخلت معاه بقى في حته اللي هو ايه، تعالى بقى اقول لك انت اصلا فين نقاط قوتك وفين نقاط الضعف بتاعتك. تمام كده. فقلت له والله نقاط القوه بتاعتك، نقاط الضعف بتاعتك، وتعالى بقى خد بالاثباتات. انت فين انت في الكلام ده، انت فين انت في الكلام ده، حتى الاي اي سيرش انجن اصلا انت ضايع فيه، انت مش موجود. وقعدت اقول له بص المنافس بتاعي، بص انت مشغل لي اعلانين بس وفرحان بيهم، تعالى بص المنافس بتاعك شغال كام اعلان، 22 اعلان، وعملت يعني عملت ايه، دخلت في الحته دي جامد شويه. تمام. بعد كده قلت له ايه الفرص اللي انا اقدر اساعدك ان احنا ناخدها من السوق. هنا بيبقى في اسئله بقى للعميل، وانا بعرض ليه البرزنتيشن دي، اقول له والله اقدر ان انا النهارده اخليك بريميوم واخليك توصل للجروس من كذا لكذا. فيقول لي طب ده ازاي من وجهه نظرك؟ اقول له والله حضرتك مثلا احنا لو عملنا فكرتين، الفكره الاولى بتقول 1 2 3، والفكره الثانيه بتقول 5 6، والفكرتين دولت عملنا منهم حاجات يو جي سي، وجبنا حاجه منهم انفلونسر تبقى بادجتهم من متوسط من 50 ل 70، ودي لو عملنا الفكره دي عملنا بيها حاجه برودكشن، والبرودكشن ده كذا، فالبرودكشن هتبقى تكلفتها معانا من كذا لكذا، هناخد دولت هنعيش عليهم 3 شهور، يبقى بادجت دي عشنا عليها 3 شهور. طب ده هيخلق ايه؟ ده هيخلق 1 2 3 4. عندي الاسئله الجاهزه وانا بعرض ليه، وهو ممكن وانا عارف ان هو هيسالني في الكام نقطه دول، اللي انا بقول له ايه الفرص اللي انا اقدر احققها معاك. وبعد كده بقول له والله هنا عندك هنا بقى دي نقاط دي التهديدات، واكبر تهديدات ممكن ان هي تقابلك، ودي السورس بتاع الاستاتكس او المصادر اللي انا جبت منها المعلومات في اول سلايد خالص. دي المصادر ايه عشان يتراست، ما افتكرش ان انا جايب اي مصادر وخلاص. طيب هل هنا في خطه التصور دي انا قلت له حضرتك انا هشتغل النهارده، هنخش على الفيسبوك هنعمل كونتنت بالفكره الفلانيه، هنعمل الاعلان بالشكل الفلاني، انا عملت ده؟ ما عملتش ده. وعلى فكره هو من كل عميل لعميل تختلف خطه التصور بتاعته، لان انا اوريدي عندي خلفيه عن العميل ده، هو شغال فين، مع ايه، هدفه ايه، كان عندي الخلفيه مسبقا، فانا رايح بخطه تصور عشان اخد منه الديل. فبالتالي النهارده انا عملت هو برزنتيشن، تمام، كخطه تصور. هل انا بقى هنا صح قلت له هعمل كذا فهو هياخد افكاري هيروح يشتغل بيها؟ ما كانش في مصدر يعني. طيب موجود فهمتي؟ اللي بتتكلم فيه عن الفرص ده بيكون شامل ايه؟ ما انت بتديله فرص اهي او تديله افكار. اديله حاجه كده زي ما بنقولها كده بالبلدي، حاجه من طرف المعلقه. يعني مثلا جهزي له فكرتين جامدين قوي، فعلا فعلا انت هتقدر تحققيه، يعني هتقدر تشتغل عليهم معاه وفعلا هتحققهم له يعني. طب خدهم ومشي يبقى خلاص كده ولا ايه؟ بس خد فكرتين، هو خد 5 6. ما هو انت لو كل عميل هنبص بالمنظور ده انت كده مش هنشتغل. ما هو لا لازم. ما هو في، خدي بالك انا ساعات اصلا ببقى رايح لعميل، والعميل قايل لي حضرتك هتكون من ضمن كذا حد جاي يعرض عليا خطه تصور. انا بحترم العميل ده قوي، فبشتغل فيها بجديه هو وبجد حضرتك وبجتهد. حضرتك بقيت تحدد فيز معينه للميتنج؟ مش في كل الاوقات، لا طبعا. في اوقات عميل بيقول لي انا محتاجين حضرتك تيجي لنا، فاقول له طب ما احنا نعمل اونلاين ميتنج او نعمل كول.
فقول لي لا والله هو مستر فلان الفلاني الاونر عايز يتشرف بحضرتك. قلت له ده شرف ليه والله. طيب هو في بس فيز لانتقالات يعني في بس فيز للانتقالات للبنزين بس بتاع العربيه بتاعتي حضرتك هتصرفه. فاحنا الفيز بتقول 400 جنيه بس عادي، 500 جنيه عادي، 1000 جنيه على حسب بقى ما انا بحطها. تمام. وفي بعض الاوقات لا انا جاي لك بس. فهي هنا على حسب يعني، في عميل مش مع كل الناس يعني، اللي بحس فيهم فعلا بجديه. بس في مثلا عميل لا يعني لازم هاخد منه فيز طبعا، فيز لوقتي، فيز للانتقالات بتاعتي، فيز لبنزين عربيتي، فيز للوقت اللي انا الساعتين اللي هقعدهم 3 معاك، انا كنت قعدت عملت حاجه فيهم لشغل عميل معايا. لا طبعا في وقت بيتهضر يعني. وفي عميل ممكن ابقى انا عارف انه ممكن مش متاح ان احنا نتعاون في الوقت الحالي، اللي هو شهر 2 مثلا، احنا ممكن نتعاون مع بعض في شهر 9، الاقيه بيكلمني شهر 9 يلا بينا عشان نشتغل. وحصل كتير على فكره مع عملاء كتير. وعشان كده برضه ما تحاوليش ان انت تجارب العملاء السيئه اللي انت بتقعدي معاهم كتير بيقفلوكي من ان هم اصلا يضنوا معاكي، فيخليكي تقفلي مع العميل اللي هو مع الناس اللي ممكن يحصل ما بينك وبينهم شغل تاني قدام. طيب تمام. لو في عميل جه مره وبعدين قعد يستفسر وياخد معلومات، وبعد كده قال لا مشي وقال لا يعني هعتذر دلوقتي، ورجع للمره الثانيه عمل نفس الحركه، بس طبعا كان في جديد عنده، بس رجع نفس الموقف، خد معلومات ومش عارفه ايه وبعده اعتذر. لو جه تاني بقى يبقى خلاص ده خلاص مرفوض، لان هو واضح ان هو ايوه مش قولي له ايوه طبعا اكيد مش يعني، قولي له جد. خلاص احنا انت كده حضرتك المفروض بقى بننفذ يعني. عندي مشكله والله عايز اخد رايك فيها. قالوا له اتفضل كذا كذا، قالوا لي ايه بس ده كده يعني. انا هدي حضرتك بس سريعا عشان الموضوع ده كده هيبقى محتاج استشاره، بس برضه خليني اقول لحضرتك كام نقطه كده سريعا، وحضرتك شوف تقدر تحلها ازاي. اديله برضه الافاده، ما تقفلوش بس مش باستفاضه. هو عايز الاستفاضه يحجز معاك استشاره، تمام. يدفع لك فلوس الاستشاره عشان تحلها له. طيب يبقى وانا بعمل البرزنتيشن بتاعتي، ببدا ان انا اروح على كانفا. ابدا اول حاجه زي ما قلنا، اول خطوه هتفتح فايل، هتحدد العناصر بتاعتك. العناصر بتاعت خطه التصور مش كلها واحد، مش كلها عناصر ثابته. وزي ما وريتكم مثال، ده مثال لعميل انا وديت له خطه تصور بعيده تماما كل البعد عن فكره مثلا يعني يا رب افتح لكم، احاول اشوف لكم كده برزنتيشن ثانيه. تعالوا مثلا هنا افتح لكم برزنتيشن ثانيه برضه. العميل كان محتمل يعني، انا مش عايز افتح لكم لاي عميل مثلا ممكن يكون موجود عشان ما نزعلش مننا الناس. مثلا دي برزنتيشن ثانيه خالص، دي العميل بتاع سوفت وير مثلا. فانا حطيت له ايه الاوبجيكتيف اللي عايزين يشتغل عليه، البراندنج، كامبين جولز. بصوا هنا مختلفه تماما تماما تمام. خطه التصور على فكره دي مش بلان، دي مش بلان. فانا هنا خطه التصور هنا هتلاقوا مختلفه تماما. ادي هي ايه الاوبجيكتيف بتاعتي، ان احنا نعمل كذا وان احنا نعمل كذا وان احنا نعمل كذا. حلو كده. طيب انت هنعمل ده ازاي؟ ان احنا ممكن نعمل، فديت له فكرتين ثلاثه. طب ايه التاكتس تفاصيلها، هندي كيس ستاديز مش عارف عن ايه وعن ايه وعن ايه. طب ايه الاكشن اللي احنا هناخده، ان احنا نعمل 1 2 3. طب إيه البراندنج هنعمله ازاي. فاديت له حته كده برضه زي ما بنقول قلت لكم كده بالبلدي من على طرف المعلقه. تمام كده. طب الكامبينز جولز ايه، الكامبين جولز ايه. طب الماركتنج تشانل اللي هنشتغل عليها، وهكذا يا جماعه. دي خطه تصور بعيده خالص عن هل عناصر خطه التصور دي هي هنا كان نفس خطه العناصر اللي اشتغلت عليها على الفينيتشر مثلا مع العميل. على فكره ممكن يجي لي عميل فينيتشر تبقى تفاصيله مختلفه تماما عن تفاصيل ده، فاحط له تصور بعيد عن ده اصلا. يبقى انا بالنسبه لي بفتح فايل تكست، والفايل تكست ده انا بفتح فيه بكتب فيه عناصر الخطه قبل ما اروح افتح قبل ما اروح افتح على كانفا.
فتحت خلاص كتبت العناصر بتاعه الخطه التصور بتاعتي، ابدا بقى افتح كانفا. يلا اول حاجه عندي ايه؟ دي كده دي السلايد الاولانيه. هكتب بريزنت باي خالد يوسف، وهنا هكتب اسم العميل، ولازم تكتب اسم العميل على البرزنتيشن او الاسم بتاع البراند بتاعه يعني، تكتبه له هنا كده، وتكتب له سوشيال ميديا ماركتنج بلان، وما بين قوسين اكزامبل، او تقول له سوشيال ميديا اكزامبل، ايا كان المصطلح اللي انت هتحطه على الايه، على خطط السلايد الاولانيه. تمام كده. هبدا بعد كده اشوف الاجنده، يعني الاجنده بتاعتي اللي هي موجوده في اللي موجوده في الاجنده اللي هعرض فيها العناصر اللي هتكلم عليها، مش موجوده في دي. تعالوا نشوف تاني واحده تانية خالص. مثلا ماركتنج بلان هنا مثلا اهي، دي مثلا طبعا دي مش بعيده عن الايه، عن الالوان بتاعت دي، يبقى لا غلط. يبقى المفروض ان انا ايه، اختار الوان تكون ايه، تكون قريبه من ايه، من نفس الالوان اللي هي اللي انا حطيتها. فانا ممكن هنا اجي احط، ابدا ايه، اظبط الالوان على سبيل ان هي تبقى قريبه من نفس الالوان بتاعت ديت، عادي جدا يعني. اقدر العب في الوان، اقدر بلعب احط اشيل مثلا جزء من المنتس هنا، واحط جزء تاني من عندي. يعني ده انا عندي بدل الحاجه 100 حاجه اقدر اشتغل عليها عادي. تمام. ابدا احط العناصر بتاعتي بالترتيب هنا، اللي انا كتبتها في ملف التكست، وامسك عنصر عنصر واشتغل عليه جوه الايه، جوه السلايد، واشوف السلايد اللي بيعبر عن العنصر، اللي انا عايز ايه، اشتغل عليه. خلصت البرزنتيشن بتاعتي، شكرا. اعمل كده داونلود، اعملها ممكن يا اما بنزلها صور وابدا ان انا اشتغل عليها، احطها في باوربوينت، او ان انا اقدر ان انا اعملها بي دي افايه، تفضل تنزل بي دي اف وافتح من البي دي اف عادي. فالموضوع اسهل بكتير جدا. فالموضوع سهل ان احنا نقدر نطلع برزنتيشن حلوه، نقدر نطلع خطه او بلان للعميل، خطه تصور شكلها جميل، شكلها مميز، عشان اقدر اخد الديل من العميل. تمام كده. انا كده يمكن دردشت معاكم دردشه بسيطه. كنت اتمنى طبعا ان احنا ندخل مع بعض بقى في امور يعني ادفانس شويه عن كده، فكره ان احنا بنستخدم ازاي اصلا الاي اي تولز معانا في الكلام ده، وايه افضل اي اي تولز في الماركت سيرش بتفيدنا في الموضوع ده. في كتير اي اي تولز بتفيدنا في الماركت ريسيرش، بحيث ان انت تعرف تطلع لك انباو، او تطلع لك يعني شويه انفورميشن حلوه تبني عليها حتى في عناصر البلان بتاعتك. يعني الموضوع فيه كتير شويه، بس انا حبيت ان انا ندردش فيه معاكم عشان نرتب البيت بالنسبه لكم، والناس تستفيد بحته ان الموضوع بيمشي ازاي، او ممكن الموضوع يمشي من انهي اتجاه، ويمشي ازاي، وخطواته ايه، عشان للاسف ده مش بيتشرح كتير ومش بيتقال كتير. فحبيت ان احنا اشاركه معاكم النهارده، واتمنى اكون متوفق معاكم، او ربنا وفقني في المعلومات اللي انا اتكلمت معاكم فيها، والخطوات اللي اتكلمنا مع بعض فيها. حد عنده اي اسئله قبل ما نقفل؟ استاذ خالد جزاك الله خيرا، هو فعلا حضرتك فتحت لينا افكار كويسه، بس اتمنى ان المحاضره دي يعني ممكن لو تتعاد تاني بعد فتره تاني، لان في بعض الافكار بتقع، يعني غصب عن الواحد بتقع من عدم الممارسه مثلا، ويحصل حاجه معينه. ففكره ترتيب الافكار دي حاجه كويسه يعني. في سؤال عندي بعد اذنك. اتفضل يا زهر. العميل في البدايه بيبقى عايز على طول دايركت، عايز مبيعات، مش عايز براندنج خالص. لما بحاول ان جزء من الميزانيه لازم يروح للبراندنج والكلام ده، لا عايز يحقق مبيعات. طب انت مش موجود اونلاين، يعني انت موجود اوف لاين، تمام اوكي، وناجح جدا اوف لاين، احنا ننقل بقى كل ده اونلاين، مش موجود اونلاين. طب ازاي بقى انا يعني امشيها ان انا احقق له مبيعات في نفس الوقت هو مش براندنج، مش عامل براندنج؟ فانا بختار ان انا اشتغل بالتوازي الاثنين مع بعض، فده بيأثر على الميزانيه ده. بصي، خلينا بس نقول حاجه عن البراندنج.
يمكن دي محتاجه ليها سيشن لوحدها، بفكر اعملها لكم، فكره البراندنج بس، او خطوات البراندنج بميزانيات مختلفه يعني. بس خلينا نقول حاجه ان البراندنج لازم هو انا اوصل له بطريقه ما مع الوقت واثناء وانا شغال معاه، او حتى في البدايه. هو اصلا ليه البراندنج؟ ليه؟ بص، هو الناس فاهمه البراندنج، او العميل اللي بيجي لك برضو مش عارف مجالك 100%. وان كمان انا عايز اقول لك ان انا دخلت شركات بكبرها، بحجمها، بعدد موظفين 100 موظف عنده 150 موظف، واونر ومحقق مبيعات واسم تقيل في السوق، وتلاقي شركه كبيره قسما بالله ما يعرف يعني ايه تسويق، اقسم لك بالله، وناجح وشغال وفي فلوس وفي مبيعات، والاستراكشر بتاعه الهيكل الاداري زي الفل والدنيا تمام، بس والله يجهل التسويق، يعني يجهل مفهوم اصلا التسويق. دوري انا في الموضوع ده دايما لازم، وبقوله رسالتك، ممكن قلته في الكتاب بتاعي، يا جماعه انت عليك رساله بتأديها في المجال بتاعك، وهي ايه؟ ان انا بثقف عميلي، ما بزهقش من تثقيف، او ان انا اثقف عميلي واعلمه. لازم ومهم، وهتحاسب على ده يوم القيامه، انك تفهم عميلك، فانت فاهمين لحد اخر نفس فيكي. فانت هنا البراندنج مفهومه ايه عند العميل؟ البراندنج مفهومه عند العميل ان انت هتعملي له شويه ديزاينز حلو وشويه فيديوز حلوه عشان يبقى شكلنا حلو. فهو بيقول لك ايه؟ انا مش عايز ده ولا اصرف على ده، انا اصرفهم في اعلانات احسن. فلو انا دخلت عليه وبقول له البراندنج هنا هي خلق صورة ذهنية للعميل عنك، ايه هي الصورة الذهنية اللي انا عايز ارسمها لأي عميل بيشوف البراند بتاعنا لأول مرة عنك؟ عايز احسسه بالارتياح، عايز احسسه ان انا اجمد حد، عايز احسسه ان انا افضل جودة، عايز احسسه ان انا افضل سعر، عايز احسس ايه هو الصورة الذهنية والانطباع، الامبريشن اللي هياخده العميل عني لما يبدأ يشوفني. هذا هو البراندنج يا سيد الفاضل. فحضرتك انا ببني امبريشن، انا بحط افكار عشان ابني الامبريشن او الانطباع للعملاء عننا، بس كده ببساطه. ببساطه ما اقولوش بس ايه مصطلحات هو يخاف منها، او هو يكون فاهمها غلط اصلا. يقول لك طب ازاي يعني؟ يقول له مثلا النهارده لو انا عندي الفيديوز ده انا عامله فيه بفويس اوفر وثبته على الصفحه، واي حد بيدخل عميل جديد لينا على الصفحه تلاقي الفيديوز ده بالفويس اوفر، فالفيديوز ده تكلفته علينا بالفويس اوفر 10000 جنيه، بس ده هيخلي العميل اللي يدخل يشوف الفيديوز بدأ يكون صورة ذهنية وهو بيبدأ يدخل على باقي الصفحة. شفت كده انا سهلت عليه الدنيا ازاي؟ ايه رأي حضرتك في الفكرة دي؟ انت ما تقولوش بس في الاول دي براندنج، انت بس قولي له ايه رأيك في الفكرة دي، يقول لك فكرة ممتازة، فكرة جميلة، اقول له ده هو ده يا فندم اسمه براندنج. يبقى انا بفهم، يبقى انا بعرف، اديته الفكره. ما هو هنا البراندنج انت لازم تكوني جاهزه بافكاره، ولازم تبقي جاهزه بميزانيته. فما احطش برضه افكار في البراندنج كبيره بميزانيات كبيره وانا عارف ان العميل بتاعي مش هيعرف يدفعها، يبقى انا بعجزه. فانا بحاول ان انا، وهي دي شطاره الماركتير دايما، او الناس اللي فاهمه براندنج دايما بيبقى دي شطارتهم، ان انا احط افكار تتناسب مع الميزانيات دي، تتناسب مع ماهيه عميلي، ان انا ما اصرفش برضه، مش عايز اصرف كتير في البراند فابدا اجيبها له واحده واحده. لا احنا معايا براند بتاع كهرباء حاليا، فانا بكريت ليه الافكار بتاعت البراندنج بتاعته باستغلال موسم شهر رمضان. طب بادجتك كام؟ حط لي البادجت، قلت له هي دي، فانا قدمت له برزنتيشن بيها بالافكار دي. براند كبير جدا ومصنع مشهور جدا، وبقاله يعني حوالي 3 سنين ليه مبيعات حلوه في السوق، مشهور، وبدا اسمه يبقى موجود دلوقتي. فهو عايز يوصل يعمل براندنج بجانب بقى هو ماشي كده في الجزء بتاع المبيعات. فبالتالي حطينا له ده ومستنيه لسه الايه الرد بتاعه بناء على البادجت اللي حطها. حطيت له افكار فيها للبراندنج بناء على البادجت، بس ما وسعتوش. كان عندي امال وطموحات بصراحه ان هو يفتح حاجه ليه ميديا برودكشن كده على التي في، كان نفسي يعمل ده، بس هو مش جاهز ليها السنه دي. ممكن قال لي ممكن ابقى جاهز بيها السنه الجايه.
فهي دي الفكره يعني، ان احنا يعني تفهمي البراندنج دي بمفهوم مختلف شويه يا صاحبي. طيب معلش استاذنك في سؤال، انا معاك حضرتك سمر. قول يا انا في سمر. مجالات انا يعني يعني متحفظه على التسويق ليها، فطبعا لما يعني بيبقى اهم سؤال بالنسبه لي او اول سؤال بسال العميل فيه هو ايه نوع النشاط. ببدا يعني كلامي معاه يعني بعد التعارف ايه نوع النشاط. فمثلا لو قال لي تمام. على انا متحفظه ما بسوقلوش النوع ده من الانشطه، فاوريدي خلاص يعني انا وضحت له النوع ده من الانشطه انا ما بسوقلوش وبعتذر له وبنهي المكالمه. فهل ده كده طيب. صح ولا ايه؟ صح. ضد انت عندك، هو كل بني ادم عندنا عنده مبادئ وقيم. فانا النهارده ممكن المبادئ والقيم بتاعتي تختلف عن مبادئ والقيم بتاعتك، فده لا يقل منك في شيء ولا يقل مني في شيء. فانا عندي النهارده مثلا، انا على سبيل المثال، انا اخر حاجه اشتغلت فيها كبيوتي سنتر كانت في 2017. وانا عندي مبدأ ثابت وقيم ثابته، ان انا ولا اقبل بيوتي سنتر ولا اقبل ميك اب ارتست، مع ان دي اكتر مجالات انا ابدعت فيها، طلعت تمام. فيها نتائج، يعني نتائج وانا نايم كده، وفلوسها كتيره جدا. ولكن انا عندي مبدأ ما بشتغلش فيهم مهما كان الاغراءات بالظبط. اللي بتتعرض عليا. فده مبدأ. هل ده يتعارض مع مع مبادئ ان سمر عادي تشتغل عليها عادي؟ لا، هي مالهاش علاقه. بس فهي دي الفكره يعني. لا، مالهاش علاقه طبعا يعني. كل واحد فينا بيبقى دايما في مجالنا للاسف في بعض الامور بيبقى فيها مخالفات شرعيه، بيبقى في بعض الامور فيها مش مخالفات شرعيه، بيبقى فيها كوارث شرعيه. فاكيد مش هقبل النوع ده من البيزنس في كل واحد اكيد يعني. النهارده لما يتعرض عليا نايت كلاب مثلا، يعني اروح اقول تمام انا هقدر اسوق لك؟ واكيد انا مبادئي وديني بيقول لي مش هعرف ان انا اشارك معاك في الحاجه ديت. بس فلا لا، انت صح مظبوط يعني، ما لهاش علاقه يعني. حد عنده اي سؤال تاني؟ انا عندي سؤال بعد، معلش. اتفضلي. اخر سؤال. لما في بعض العملاء بيبقى عندهم اكتر من خدمه، بيسوقوا اكتر دوله، عايزين يشتغلوا على اكتر من منصه، فبيدخل فجاه كده ويقول لي كل ده مره واحده. انا بحاول اخده لفكره ان احنا نشتغل ستيب باي ستيب. يعني على سبيل المثال نشوف اكتر خدمه هو محتاج يسوق لها في الفتره الحاليه، وبعدين وبناء عليه نشوف مثلا عايز يسوق لاكتر من دوله، لا نمشي في الدوله اللي انت شايف ان انت متواجد فيها بشكل اكبر. طيب المنصات، عشان المنصات نشوف ايه المنصات اللي تناسب بشكل اكبر، عشان في الاخر اللي هو بعد الهيصه اللي هو بيعملها لي دي كلها يقول لي هدفع 1000 جنيه مثلا يعني. فانا بحاول ان انا استخدم الميزانيه في الحته اللي هتفيدني فيها. مش ده صح؟ لان انا لو اكتر من طبعا حاجه انت بس وضحي له. تشتت عنه. هو كل عميل عايز يشتغل كل المنصات بدون برضه بجهل منه، وده حاجه ما تعبوش ان هو يجهل ذلك الامر يعني. فانت النهارده بتقولي له والله احنا عشان نشتغل على المنصات دي يبقى انا كل منصه هتحط ليها ميزانيه. فانت لو لعبت في الحته دي معاه هيبدا يسمع كلامك، يقول لي خلاص اللي انت شايفاه وانا معاكي فيه. فليه؟ لان هو لا، انا هيصرف على كل منصه. كل منصه هتصرف عليه، دي هيتعمل ليها كونتنت لوحده فده هيتصرف عليه، ده هيتعمل ليها اعلانات لوحدها فده هيتصرف عليه. طب مش هشتغل على المنصه دي على الاقل كاعلانات بس، على الاقل هنشتغل محتوى. طب حضرتك ده هيتصرف عليه، ودي اداره لوحديها. فلو انت بس وضحتي لي دوت خلاص الموضوع يعني، الموضوع هتلاقيه هو يعني هو رجع في كلامه يعني، فاهم؟ بس طب لما يكون في عميل عايز يعمل اعلانات على الكونتنت اللي عنده، والكونتنت اللي عنده مش مناسب يعني، انا او محتاج بعض التعديلات، فانا بلفت نظره للتعديلات دي بتكلفه ولا من غير تكلفه؟ ولو هو قال لي لا انا خلاص مش هعمل كونتنت تاني، هو الكونتنت ده اللي هعمل اعلانات عليه ومش مناسب، يبقى كده الافضل ان انا يعني لا، اعتذر. هو المفروض النهارده طبعا المفروض النهارده انا لما بيبقى عندي رؤيه معينه، عندي رؤيه معينه مثلا وعايز انفذها، فانت النهارده قلت لي لا، فاقول لك خلاص تحمل انت النتيجه. تتحملها هتلاقي يقول لك لا طبعا، وانا جايب حضرتك ليه؟ يقول له يبقى حضرتك تسمع، يبقى حضرتك تعمل اللي انا محتاجه او تديني اللي انا محتاجاه، تديني انا نوعيه الكونتنت ده مش هشتغل عليه.
فهشتغل في كونتنت تاني خالص مختلف بافكار تانية، عشان ده اللي هيحقق لي الريزلتس بناء على الاناليسيس اللي انا عاملاها. فحضرتك النهارده بتعطلني وبتوقفني، فحضرتك تتحمل اي عطله او اي وقفه او اي خساره. بس الموضوع سهل وبسيط يعني يا صاحبي. طيب لو في عملاء عايزين يشتغلوا بميزانيه اسبوعيه مش شهريه، عشان حضرتك عارف ان الميزانيات غاليه دلوقتي والتكاليف بتبقى عاليه، ده مناسب ان انا اشتغل معاه؟ اللي هو ايه؟ عايز ميزانيه ايه؟ معلش. اسبوعيه مش شهريه، اسبوعيه يعني ننجز في الاسبوع ده لا الميزانيه. مفيش الكلام ده. مفيش مش الكلام ده. الميزانيه هتحقق ليه فعلا. ما بتشتغلي ليه ما تشتغلي معاه تاسك؟ ليه ما تشتغلي معاه مونثلي؟ يا صاحبي احنا دلوقتي رايحين في حته ان احنا بنشتغل ب يعني المفروض بالايه، بالكوارتر او بالسنه، يعني عقد سنوي. يعني في الاول كنا ممكن نشتغل كل 3 شهور، فاهم؟ دلوقتي بنشتغل اما يعني اقل شيء مثلا ممكن نقول 6 شهور، يعني نعمل عقد 6 شهور حتى، فاهم؟ فانت الاسبوع ده بالباي تاسك. يعني هو انت كده مش بالاسبوع، مفيش حاجه اسمها بالاسبوع، حاجه اسمها بالباي تاسك. هو انت هتعمل له تاسك معين هتاخدي عليه فلوس بس، خلاص. التاسك خلص، خالتي وخالتك وتفرقوا خالات، خلاص. مفيش حاجه اسمها اسبوع. هو في شغل تسويق هيبان في الاسبوع ده انت لا، انت ده واضح. تاسك بتعملي، هتعمل بس مش هياخد، ما فيش حاجه اسمها بالاسبوع، حاجه اسمها بالباي تاسك. طيب حد ماشي. عنده اي سؤال قبل ما نقفل؟ اشوفكم على خير ان شاء الله في سيشنات تانية جايه، وامل ان انا اكون موجود معاكم وقت يسمح اكون متاح معاكم ان شاء الله خلال الجروب، و... وان شاء الله ناد فاليو لاي حد بيشوف الفيديو ده، سواء كان حاضر معانا او حتى شافه مسجل يعني. اشوفكم على خير وتصبحوا على خير.